سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولهذا فشكرا لكل من دعمنا ولو حتى بمشاهدة. بكم نرتقي ولأجلكم سنصبح الأفضل. بتبدأ الحكاية مع صوت صراخات بعض الوحوش بيكرروا كلمة اقتلوه بشكل متتالي، وبنشوف بعدها بطلنا اللي بيتكلموا عليه واللي بيسأل نفسه ايه اللي جابني المكان ده. بيرفع واحد من كبار قرية الغيلان صوته وبيقول انهم لازم يخضعوا البشري ده للعقاب الملكي بعد ما تجرأ يدخل عالم الوحوش بتاعهم اللي كان معزول عن عالم البشر لآلاف السنين. بتبدأ علامات الرعب تملى وش بطلنا وقتها، واللي مش فاهم هو جه المكان ده ازاي، وبيقول ان اخر حاجة فاكرها كانت وجوده جوه احد الكهوف. وعشان نفهم اللي بيحصل بالظبط فتعالى يا صديقي نرجع 5 ساعات لورا. وقتها بنشوف واحد بيقرب من الخيمة اللي فيها بطلنا وبيناديه باسم سويوشي، ولما بيلاقيه مش بيرد عليه بيدخل الخيمة بنفسه وبيقول له يبطل يضيع وقته، لأن أعضاء فرق التنظيف اللي زيهم لو تكاسلوا مش هيلاقوا فلوس ياكلوا بيها. اللي بيخلي سويوشي يستغرب بقى هو حوار وجود أكتر من فريق تنظيف في المهمة دي، وبيسأل زميله حلاوة عن سبب وجود عدد كبير من المنظفين في كهف من رتبة سي. بيرد عليه حلاوة الجدع بأن عدد المنظفين اللي زيهم كبير جدا وسعرهم رخيص على عكس الأبطال اللي بيقوموا بإخلاء البوابات والدنجونز. بتنقطع محادثتهم بعدها بوصول واحد من فريقهم وبينادي عليهم من بعيد عشان يوضح لهم ان الأبطال في الطريق ولازم يستعدوا لدخول الكهف بعدهم. الغريب بقى ان المنظفين لما بيقربوا من الكهف بيحسوا بهالة قوية جدا منه، وبيقولوا انهم أول مرة يدخلوا كهف من رتبة سي وده أكيد سبب خوفهم. بتنقطع محادثتهم بصوت الأبطال اللي طالع من البوابة وبيكونوا بيتكلموا عن مدى سهولة الكهف ده وقد ايه هم محظوظين لانهم هياخدوا جايزة اخلاء الدنجون من غير اي تعب يذكر. بيوسعوا لهم المنظفين الطريق وهم عمالين يطبلوا لهم وبيقولوا انهم كانوا بيتمنوا يبقوا ابطال فاجرين زيهم. بيعرفنا بعدها بقى سويوشي عن وظيفته وانهم بيتم تلقيبهم بالمنظفين او الزبالين، وعلى الرغم من انهم يعتبروا بيكملوا مهمة الابطال الا انهم عايشين في عالمين مختلفين تماما، لان المنظفين دول بيكونوا اشخاص حاولوا يبقوا ابطال ولكنهم فشلوا في الاختبارات بتاعتهم. جوه البوابه بقى بيقول لهم زميلهم ان الكهف اللي هم فيه منهار وبالتالي حجمه مش كبير، وبيوضح لهم انهم لازم يشتغلوا باسرع وقت ممكن لان البوابه هتتقفل كمان 4 ساعات بس. اثناء عمليه التنظيف بقى بتلفت حاجه نظر بطلنا، والحاجه دي بتكون شظيه لدرع وعامل زي ما يكون شكله بتاع وحش مش بطل. لما بيسمعوا زميله بيقول كلام زي ده على الدرع بيقول له ياخد الشظيه معاه عشان سعرها اكيد هيكون عالي شويه. بيفرح سويوشي وبيقول له انه هيكمل بحث لو كده يمكن يلاقي شظايا اكتر ويعملوا فلوس اكتر، وساعتها بيسمح له زميله يعمل كده ولكنه بيحذره من التأخير لانهم قدامهم 3 ساعات ونص بس على اغلاق البوابة. المشكلة بقى ان بعد مرور ال3 ساعات ونص دول كان بطلنا لسه بيكمل عملية الحفر لانه محبط بما ان كل اللي وجده حتى الان كانت شظية درع واحد بس. بينادي عليه واحد من زمايله بسرعة وقتها وبيقول له تعالى باسرع ما يمكن، ومع ان بطلنا بيقول له انه جاي وراه الا انه بيكون محبط بشدة من جواه، وبيقول ان الفلوس اللي جمعها دي مش هتغطي يوم واحد حتى من علاج كارينا. بياخد باله بعدها من وجود بئر بالقرب منه وبيقول انه شامم ريحة كنز جاية من جواه، لكن اللي بطلنا مش فاهمه هو سبب وجود البئر ده جوه كهف من الاساس، والاغرب ان البئر جاف تماما وده بيخلي سويوشي يتحمس اكتر واكتر، وبيقول انه لو لقى جواه اي معدات يقدر يغطي تكاليف علاج كارينا لاسبوع كامل. ومع شوية فحص بعينيه بياخد باله من وجود خاتم في صباع هيكل عظمي، عشان كده بيرفض يمشي من غيره وبيقرر ينزل جوه البئر على السريعة بحيث ياخد الخاتم اللي شكله فاجر ده، وبيقول ان الابطال اكيد ما شافوهوش. بيمسك بطلنا الخاتم وبيكون هيطير من الفرحة لما بيعرف انه من الرتبة النادرة، وبيصرخ بصوت عالي وبيقول انه هيحصل على فلوس اكتر بكتير عما كان يتخيل. بيقرر يلبس الخاتم بعدها ويخرج من الكهف بسرعة وبعدين يبقى يدي الخاتم للسيد ناوتو يفحصه بنفسه، لكن لما بيلبسه بينور في ايديه بشكل غريب وبيكون بطلنا مندهش من سطوع الضوء بتاعه، والمصيبة انه بيبدأ يمسك في صباعه جامد وبيخليه يشعر بألم ملوش مثيل. بيروح الألم بعد لحظات وبتظهر له رسالة من نظام غريب وبتقول له ان الخاتم اللي نهائي اتعرف عليه كسيد ليه ومش هيقدر يخلعه ابدا. بيندهش بطلنا من الصوت الغريب اللي بيكلمه ده وكمان من حوار البوابة اللانهائية واللي بتبدأ تظهر بعدها من الختم بتاعه وسط مكان بطلنا بيسأل نفسه في ايه بالظبط، لكن يظهر انه هيعرف كل حاجة قريب جدا لان الخاتم بدأ يبتلعه خلال ثواني، وبيكون
بيكون سويوشي عمال يصرخ بكلمة الحقوني مرة ورا التانية بأعلى صوته. بيبص واحد من زمايله تجاه الصوت لأنه عارف صوت سويوشي كويس، ولكنه بيكون مستغرب لما بيلاحظ هو وبقية المنظفين إن سويوشي اختفى تماما، ومع كده بيقنعوا نفسهم إنه أكيد راح يدور في حتة تانية على أي كنوز. لكن الحقيقة بقى إن بطلنا حاليا بيمر من خلال بوابة اللانهاية، وبيكون عمال يصرخ بدون توقف بما إنه مش فاهم أي حاجة بتحصل معاه. بيفقد بطلنا وعيه بعدها، ولما بيفتح عينيه بيتفاجئ بنفسه موجود في قرية الوحوش، واللي بيكونوا عمالين يتكلموا على حوار العقاب الملكي زي ما شفنا في البداية. العقاب الملكي ده يا صديقي يبقى عبارة عن برق شديد القوة بيضرب المنصة العالية، واللي شكلها كده حاجة بيمجدوها الوحوش دول. بيرفع ملك الوحوش صوته بعد مرور عدة دقائق وبيديلهم الإذن يبدأوا العملية. بس قبل ما ده يحصل بيعرفهم واحد من الوحوش إنهم هيعدموا 3 أشخاص اليوم، وأولهم هيكون واحد خاين من عشيرتهم بعد ما باع معلومات خاصة عنهم للبشر والإلفز. الشخص ده يا صديقي بيكون غول عجوز حزين، وبيكون الوحوش فرحانين فيه وعمالين يكرروا كلمة اعدموه بالعقاب الملكي في الحال. بينزل البرق بالفعل تجاه العجوز وسط مكانه، كل الحاضرين بيقولوا إن مفيش أي شخص طلع من تحت إيد البرق ده عايش. ومع وصول البرق لجسد العجوز بنشوفه بيموت بطريقة وحشية فعلا قدام كل الجماهير الفرحانين. الشخص التاني على قائمة اللي هيتعاقبوا بقى بيكون سويوشي اللي تعدى على أرضهم. بيصرخ بطلنا وبيحاول يفهمهم إنه ما كانش يقصد يعمل كده أبدا، وإنه بس كان تايه وعايز يرجع لأخته كارينا اللي هتموت من غير العلاج. بيقول له الوحش يبطل يتكلم، وعشان يخليه يسكت بيسدد له لكمة قوية كمان. بيبكي سويوشي الحزين من الألم وكمان من حوار العقاب اللي هيقتله كمان لحظات ده، وبيقول إنه مش عايز يموت هنا لأنه لازم يساعد أخته وكمان يحقق حلمه ويبقى بطل. بيضرب البرق بعدها المنصة، ولكن المدهش إن سويوشي بيقدر يتفاداه لأول مرة. بيندهشوا كل الوحوش الحاضرين لأن الحوار ده أول مرة يحصل، وبنشوف من وسطهم السجينة الثالثة واللي هتتعدم بعد بطلنا. بيقول أبيض الشعر ريوجا إن سويوشي ده أكيد محظوظ بشكل ملوش مثيل. بيتحمس سويوشي لما بيسمعهم بيتكلموا عليه وكأنه شخص فاجر، وبيقول لهم إنه مستحيل يموت في المكان ده على إيد مجموعة وحوش زيهم. بس قبل ما يخلص كلامه بيتفاجئ بجسده بيحترق من شدة قوة البرق اللي أصابه، وبيضحك ريوجا عليه لأنه عبيط وكان فاكر البرق هيضربه مرة واحدة بس. أما عن سويوشي فكان بدأ يفقد حياته، ولكنه ما كانش حتى قادر يبكي، لكنه ما بيكونش عارف إن كل حاجة على وشك إنها تتغير بفضل خاتم اللانهاية، واللي بيتم تفعيله بيقول له النظام بتاعه جاري إعادة تكوين جسده. بيلاحظ ملك الوحوش إن في حاجة غريبة بسبب قوة هالة سويوشي اللي زادت أضعاف مرة واحدة. ما هو اللي ما يعرفوش إن النظام مش بس بيعيد بناء جسده من أول وجديد، لا ده كمان بيعيد تشكيله في هيئة الجسد المطلق واللي في القوة ملوش مثيل. بيندهشوا كل الوحوش من المنظر العجيب اللي قدامهم، لأن سويوشي كان بيتحرك زي الزومبي، وما حدش فيهم كان فاهم هو ازاي بيتحرك والبرق عمال يضرب فيه بشكل متتالي. المدهش أكتر إن بطلنا كان بيقرب من مطرقة الملك بكل شجاعة ومن غير أي تردد. فبيقول ريوجا إن الوحيد اللي كان بيقدر يقرب من المطرقة كده كان الملك القديم بنفسه بس، وبيتحمس الملك الحالي لما بياخد باله إن سويوشي بيحاول يرفع المطرقة العملاقة. بينجح بطلنا في حمل المطرقة بالفعل، وبيكون البرق عمال يضرب فيه وسط ما كان هو مشغول بيسأل المطرقة عن سبب استدعائها ليه. ما هو بقى شبه واثق إن سبب مجيئه للعالم ده بعد ما لبس الخاتم تبقى علاقته بالمطرقة دي، واللي كانت بتخليه يقرب منها لوحده بعد ما تفعلت قوة الخاتم. بتظهر له شاشة النظام بعدها وبتقول له إنه وصل للمستوى التالي وحصل على المطرقة الملكية، واللي ما يقدرش يستخدم أي من مهاراتها الخاصة لأن قدرتها المتاحة حاليا 0%، وعشان يقدر يفتح المهارات فلازم يفتح نسبة أكبر من قدرتها المقفولة. بنشوف السجينة مصدومة من اللي شافته لأنه أول بشر يرفع المطرقة دي، وبيكون ريوجا كمان متعصب وبيقول إن البشري ده لازم يموت بأي تمن. بس إزاي هيعمل كده يا صديقي؟ والقواعد بتاعت عشيرتهم بتقول إن أي حد يرفع المطرقة دي بيبقى تلقائيا زعيم عشيرة الوحوش. في الوقت نفسه بيكون سويوشي هدي خلاص بعد كل الأكشن اللي كان بيحصل معاه من شوية، فبنشوفه بيقول إنه حاسس إن قوته زادت كتير، ويمكن ده يكون بسبب وصوله للمستوى الثالث. ووسط ما كان واقف زي العبيط بيقول يعني إيه نظام الاختيار الملكي، بنشوف ريوجا بينقض عليه من الخلف لأنه مش هيسمح لبشر يبقى زعيمهم أبدا، بس ولأنه مش عايز يخلص على بطلنا من ظهره فبينزل على الأرض. بيرفع ريوجا صوته عشان يخلي سويوشي يلتفت ناحيته، وبيقول له يسيب المطرقة من إيديه في الحال ويموت أو يرجع لعالم البشر بتاعه ويغور في داهية. بتعلى صيحات الوحوش وقتها وبيشجعوا ريوجا كلهم، وفي صوت واحد بيطلبوا منه يقضي على البشر اللي ريحته وحشة ده. بيقول ريوجا لبطلنا إنه أكيد استخدم
إحدى أساليب الغش عشان يهرب من العقاب الملكي، ومع إنه كان ممكن يسيبه يعيش في البداية لو نجا من العقاب بس، إلا إنه بعد ما طمع وحاول ياخد المطرقة بتاعتهم لازم يدفع الثمن ويموت في الحال. بيبلغ النظام بطلنا بحصوله على مهارة عين الملك واللي يقدر يفحص بيها إحصائيات أي شخص، فبيستخدمها سويوشي على ريوجا، وساعتها بيعرف انه من المستوى 84 وسلاحه من الرتبة ايه. بيفرح بطلنا من قوة المهارة دي، ولكنه بيكون خايف بسبب فرق المستوى الرهيب بينه وبين الوحش. بيقطع ريوجا افكاره لما بيتحداه في قتال رسمي بما انه شايفه واقف قدامه بكل شجاعة، ولما بيحط السيف قدام وش بطلنا بيحاول يكلمه ويفهمه ان الموضوع كله كان سوء تفاهم، وانه مش غبي بما فيه الكفاية عشان يحاول يتحدى خصم من المستوى 84 بحاله. لسوء حظه بينفعل عليه ريوجا اللي بدأ يشحن طاقته في السيف بتاعه بالفعل، وبيقول له يبطل يتكلم خالص لأن كلامه كله أكيد هيكون كذبة. بتقول السجينة إن البشري ده أكيد هيموت على إيد ريوجا لأنه يبقى واحد من قادة العشيرة الخمسة اللي تحت الملك في القوة على طول. ولما بيوصل سلاح ريوجا لبطلنا بنشوف حدوث انفجار في منتهى القوة على المنصة، لكن لما بينقشع الضباب بعد ثواني بيتضح إن بطلنا قدر يتصدى للهجوم بتاعه، وعمل كده باستخدام المطرقة اللي من غيرها أكيد كان هيموت. بيفتح سويوشي عينيه وبيقول انه مش مصدق انه نجح في صد الهجوم اللي فات ده، وحتى ريوجا كان هيتجنن زيه بالظبط برضه لانه ما تعرضش لاي اصابات اثناء عمليه صد الهجوم. لكن عشان يكسر معنويات بطلنا بيقول له ان المطرقه انقذته المره دي بس من ايديه، وسط ما كان سويوشي الحزين لسه بيحاول يفهمه انه من عالم تاني، وبيقول له انه جه العالم بتاعهم بالصدفه بعد ما لبس خاتم وكلام من ده. بيمسكوا ريوجا من رقبته وبيقول له بطل تهبد عشان ما حدش هيصدقك. على طول قبل ما بيشيله بايد واحده بس من رقبته وكأنه مجرد حشرة صغيرة، وبيقول انه هيرمي سويوشي في السماء وبعدين يدك بيه الارض. بتظهر رسالة من النظام لبطلنا اللي نجح يحرر نفسه من قبضة ريوجا، وبيعرف منها انه حصل على مهارة استنساخ القدرات، ولكنه ما يقدرش يخزن اكتر من قدرة واحدة في نفس الوقت. وبما ان عملية استنساخ المهارات بتكون عن طريق لمس قلب الشخص صاحب المهارة، فبنشوف بطلنا بيتجه ناحية صدر ريوجا واللي كان مستغرب لان بطلنا مش بيهاجمه بالسلاح. وبعد نجاحه في لمس قلب ريوجا بنشوفه بيغوص في بحر المهارات الكتيرة، وبيقول ان عددهم كبير جدا وانه مش هيقدر يختار اي مهارة من ضمنهم ابدا. ووسط ما كان بيقول انه لو حاول يقرا كل مهارة بتعمل ايه هيكون مات، كان غضب ريوجا عمال بيزيد لدرجة انه بيحاول يستخدم عليه هجوم الضربة الكونية. لحظتها واخيرا بيكون سويوشي اختار مهارته الجديدة التحطيم السماوي، لان توافقها مع المطرقة الملكية ملوش مثيل وقوتها بتزيد بزيادة قوة المطرقة. بينطلق بطلنا بعدها على طول ناحية ريوجا بالبوكسر المتين اللي ما بيتقطعش ابدا، وبيكون ريوجا مصدوم لما بيشوف المهارة اللي بيستخدمها لانه عارفها كويس، ومن صدمته بتكون اخر حاجة بيسأل بطلنا عنها هي طريقة حصوله على المهارة دي قبل ما توصل مطرقة بطلنا لجسده وتسبب انفجار طاقة ملوش مثيل. الغريب في الموضوع ان بعد نهاية الانفجار بنشوف ريوجا لسه بأحسن حال، ولكنه بيكون مصدوم ومش فاهم ازاي هجوم بالقوة دي ما أثرش عليه نهائيا. بس كل حاجة بتوضح بعدها لما بيطلع النظام لبطلنا الحزين وبيقول له انه ما سببش اي ضرر لريوجا لان مستواه منخفض وكمان قدرة سلاحه 0%. بتحصل لحظة صمت بين الاتنين من كتر صدمتهم اللي فاقد كل الصدمات، بس ريوجا بينفعل وبيسحب سلاحه وبيجري تجاه بطلنا بعدها لانه اهانه بعد اللي عمله فيه قدام كل الحاضرين من الوحوش. بيتدخل لحظتها ملك الوحوش بنفسه وبيقفز تجاه المنصة وهو بيقول لهم كفاية كده. لحظتها بيكونوا كل الوحوش مفزوعين لان تدخل الملك بنفسه في الحوار معناه انه حوار مهم. بيتسبب نزول الملك على المنصة في رياح شديدة ودمار غريب، وساعتها بيفهم بطلنا مدى قوته لان الرياح دي كانت هتخليه يطير من على المنصة، فما بالك بقى لو الملك ضربه. ومع انقشاع الضباب بيشوفوا كل الوحوش منظر ما شافوش زيه في حياتهم كلها، لان الملك كان راكع على الارض قدام بطلنا وكانه بيعترف بيه كالحاكم الجديد لكل الوحوش. ووسط صدمة الوحوش اللي شايفين الملك بتاعهم بيعامل واحد من البشر اعدائهم باحترام شديد، بيقوم الملك يمسك كتف بطلنا وبصوت عالي بيقول ان دي اكيد اشاره من اسلافهم الملوك. ما هو اخر ملك قدر يشيل المطرقه دي كان عايش من الاف السنين، ومن ساعتها ما حدش غيره قدر يعمل كده، وده اللي بيخليه يرفع صوته وبيقول لاتباعه انهم ما ينفعوش يقتلوا الشخص المختار. ومع ان الوحوش ما كانوش متقبلين الفكره دي في بدايه الامر نهائيا، الا ان الملك بيبدا يقنعهم يسيبوا له الفرصه يرفع من قوته على الاقل، وبعدين يقدروا يبقوا يتحدوه ويشوفوا هل هو فعلا ملكهم
المستقبلي ولا لا. بتبدأ آراء الوحوش تتضارب ما بين بعض الموافقين منهم، والبعض الآخر بيكون متردد لأنه مش من فصيل الوحوش زيهم. وطبعا اللي بيعترضوا بيكون من ضمنهم ريوجا، واللي بيسأل الملك ازاي هيسمح بحاجة زي كده. بيرد عليه الملك بكل برود بان النبوءة ما حددتش نوع الملك المستقبلي، وبالتالي لو حاولوا يقتلوه ده معناه انهم بيهينوا الملوك القدامى اللي عاشوا قبلهم بآلاف السنين. بيرجع ريوجا في كلامه وبيقول له معاك حق يا سعادة الباشا، ولكنه بيوضح له انه لسه خايف برضه منه لانه بشري. بيبص الملك صاي تجاه بطلنا بعدها وبيسأله عن اسمه بكل هدوء. بيعرف بطلنا عن نفسه، ساعتها صاي بيوضح له انه لازم يحمل مستقبل عشيرتهم على اكتافه، ولكنه ضعيف جدا حاليا ولازم يرفع من قوته بأسرع وقت ممكن. عشان كده بيسمح له بمدة سنة واحدة يستغلها في رفع قوته كويس قوي، لانه ساعتها بس هيتم اطلاق سراحه من العبودية وهيتم الغاء حكم الاعدام من عليه. وعشان يضمن انه مش هيحاول يهرب بيحط عليه علامة او نوع من اللعنات، وبيقول له انه هيقتله باستخدامها من على بعد لو ما رجعش كمان سنة بالظبط. ما هي دي الطريقة الوحيدة اللي هيقدر بيها يرضي اجداده وشعبه في نفس الوقت. طبعا ولان سويوشي ادرك ان كل حاجة عند الوحوش مرتبطة بالقوة، فده اللي خلاه يرفع صوته ويقول انه موافق بما انه ما عندوش اي حل تاني. بترفع السجينة صوتها وقتها وبتقول له يرفع من قوته وما يستسلمش عشان يعيش. بياخد بطلنا باله منها وبيقول انها كانت هتتعدم بعده على طول، ولما بيستخدم عليها عين الملك بيعرف انها من المستوى 72 ولكنها ما عندهاش اسم. بيستغرب سويوشي لان الوحوش بيحاولوا يقتلوا محاربة قوية زيها بدل ما يستفيدوا من قوتها. بيتحمس بطلنا من كلامها وعشان كده بيرفع ايديه وبصوت عالي بيتأكد انه يشكرها. وبما ان الحكاية دي يا صديقي تبقى مانجا ياباني ولكن اللي عاملها استوديو صيني فلازم يبقى فيها حريم، عشان كده بطلنا بيوضح لصاي انه موافق على عرضه ولكن عنده شرط واحد. بيستغرب صاي لان السجين اللي قدامه بيقول عندي شرط ولكنه بيقرر يسمعه مع كده. لحظتها بيشاور سويوشي على السجينة وبيقول له انها هتفيده جامد في رحلته، والصراحة معرفش هو يقصد انهي نوع من الاستفادة يا صديقي، ولكن الاستوديو هو اكتر حد هيستفيد منها في الاساس. بعد موافقة صاي على طلبه بقى بما انها ملهاش اي قيمة عندهم وكانوا هيقتلوها كده كده، بنشوف سويوشي واقف بيفكر في حوار الخاتم وبيقول انه لسه مش فاهم حاجة. ما هو كل اللي بيحصل ده ابتدى بفضله، مع كده مش عارف هو مخبيله خير ولا شر بالظبط. فمع انه جابه للعالم الغريب ده واللي كان هيموت فيه وفضل قاعد بالبوكسر وكان هياخد برد كمان، الا انه اداله الفرصة والقدرة على انه يبقى بطل بعد ما ارتفع مستواه وزادت قوته. بتنقطع افكاره بعدها بصوت السجينة بتناديه بالسيد وبتقول له انها مستعدة، وتقصد بكده طبعا انها جابت الخنجر بتاعها واللي يبقى سلاحها ولبست هدوم المغامرات. بتملى علامات الانحراف في وش بطلنا الفاجر، وبيقول انه ما كانش يتخيل ان اول مرة حد يناديه بالسيد هتكون بنت جميلة، ومع كده بيوضح لها انها مش محتاجة تناديه باحترام وتقدر تناديه باسمه عادي. بيحمر وش البت وبتقول له ما ينفعش اعمل كده يا سي السيد باشا، ما هي حياتها كانت هتنتهي ولولا كان زمانها ميتة وعشان كده بتحترمه، وكمان مستعدة تقدم له حياتها لو كان حابب او تقدم له نفسها بما ان شكله منحرف وكده يعني. ومع ضغط البت عليه بالشكل ده بيجيب ورا وبيقول لها تناديه باي حاجة تحبها حتى لو شراب. ومع نهاية الحوار الغريب ده بينهم اخيرا بتمشي البت قدامه وبتقول له انها هتعمل كده لان مستواها عالي وكده هيكون هو في امان بشكل اكبر. بيقول سويوشي الفاجر حرفيا ومجازيا ان العالم ده جامد بفتيكة الصراحة، وانه بيتمنى يعيش فيه للابد لان محدش بيحترمه في العالم بتاعه نهائيا. بس وقتها بيفتكر حوار اخته كارينا والمرض بتاعها وانه لازم يساعدها، وكمان بيقول النظام انه يقدر يستخدم بوابة اللانهاية الموجودة في الخاتم. بيعرف بطلنا انه يقدر يستخدم البوابة دي مرة كل 24 ساعة، وبيقول انه يقدر يستخدمه في التنقل بين العوالم في كل مرة يحتاج يعمل فيها كده، ومن غير تضييع اي وقت بيستخدم بوابة الخاتم واللي بتحوله لزبادي في الخلاط عشان ترجعه للعالم بتاعه. بتتفاجئ البت بس السيد بيختفي من وراها مرة واحدة وما بتكونش فاهمة السبب، لكن يظهر ان السيد باشا ما كانش مهتم باللي بيحصل معاها اساسا وكان مشغول بيغوص جوه الخلاط بتاعه. بعد ثواني من رحلته دي بيتفاجئ بنفسه بيفتح عينيه جوه البئر اللي كان في الكهف، وبيسأل نفسه في البداية لو كان ده كله مجرد حلم ولا ايه بالظبط. بس كل الشكوك دي بتروح بمجرد ما بتطلع له شاشة النظام، وبيعرف انه احتفظ بكل قدراته من عالم الوحوش. الغريب بقى انه بيلاقي نفسه لسه بيمتلك المطرقة الملكية من العالم التاني، بس وبما ان النظام الفاجر موجود فبيطلع وبيجاوب على سؤاله، وبيوضح له انه ما يقدرش ينقل الادوات عبر العوالم غير لو حطها جوه الخزنة الملكية، ومع انه ما عندوش غير مساحة لتخزين اداتين بس حاليا جوه الخزنة دي، الا انه كان
وكان فرحان لأن إحصائياته في العالمين ثابتة ومش بتتغير عكس الأدوات اللي مش جوه الخزنة. بتنقطع فرحته بصوت زميله حلاوة وبيقول له يلا بينا يا عم لحسن الكهف هيقفل علينا. بيستغرب بطلنا وبصوت عالي بيسألهم انتوا ازاي هنا بعد مرور كل الساعات دي. في اللحظة دي بقى بيفهم بطلنا ان الزمن كان شبه واقف تماما جوه عالم البشر، لأنه كان بقاله جوه عالم الوحوش أكتر من 5 ساعات والمفروض ان الكهف كان قفل عليه. طبعا دي كانت حاجة غريبة ومسببة صدمة نسبيا لسويوشي يا صديقي، وازاي ما يستغربش مع انه ممكن يستفيد من الحوار ده جامد جدا مستقبلا. ما هو لو العالم طلع بيتوقف جوه عالم الوحوش برضه اثناء تواجده في عالم البشر، فده معناه انه يقدر يرفع مستواه بشكل جنوني لو استغل ثغرة التلاعب بالزمن دي صح. بس المهم في الوقت الحالي هو اختبار الصحوة بتاع بكرة، واللي قرر بطلنا يشارك فيه مرة تانية بعد ما زادت قوته. بنعرف بعدها اكتر عن ماضي بطلنا واللي كان شايل فيه اخته وبيجري بيها بعيد بعد ما هاجم واحد من الوحوش العملاقة على المنطقة اللي هو عايش فيها وكان هيخلص عليهم. طبعا زي ما احنا عارفين فالوحوش دي خرجت من البوابات برضه بشكل مفاجئ وهجمت على البشر، وتسبب الحوار اللي حصل ده في أذية رجل كارينا وإصابتها بالشلل. بس يا صديقي زي ما انت عارف لو الحكاية وقفت لحد هنا فمش هتبقى حزينة بما فيه الكفاية. عشان كده بنشوف العم ناوتو بيكلمه وبيقول له يكمل جري هو واخته وما يحاولش يعمل نفسه بطل. بيصرخ سويوشي لأن أبوه وأمه في البيت بتاعهم اللي الوحش بيهجم عليه حاليا، ولكن العم ناوتو بيوضح له انه لو حاول يرجع ينقذهم فاخته هتموت. في الحاضر بقى بنشوف بطلنا بيزور اخته وبيقول لها على حوار اعاده اختبار الصحوه، ولما بيظهر القلق عليها بتقول لها الممرضه تخاف على نفسها حاليا بس وما تشغلش نفسها باي حد تاني. بيطمنها سويوشي انه هيكون بخير وبيسالها عن احوال رجلها حاليا. ما هي بتعاني من الم شديد ومستمر في اعصاب رجلها، وعشان تخفف من الالم ده بتاخد ادويه علاجيه ومسكنات غاليه. بيحس بطلنا بالاحباط لانه طول الفتره اللي فاتت كان عاجز عن مساعدتها باي شكل، وحتى لما بيستخدم عليها عين الملاك بيلاقي مكتوب له ان احتماليه انها تمشي تاني 1% بس. بيزيد حزن سويوشي وقتها لانه كان بيتمنى لها تكون طفله عاديه وتدخل المدرسه وتتفسح، ولكن ده مستحيل حاليا بعد ما اتصابت اكتر من 98% من اعصاب رجلها في الهجوم بتاع الوحش. ومع انه عارف ان فرصه نجاحه في علاجها تبقى 1% بس، الا انه بيكون فرحان لان لسه في فرصه مهما كانت ضئيله. بس طبعا في الوقت الحالي مستحيل يقدر يساعدها ابدا لانه مفلس ومش لاقي ياكل، وعشان يساعدها هيحتاج يبقى بطل ويجمع فلوس اكتر من الوقت الحالي بكتير. ما هو لو نجح يعمل كده فمش بس هتزيد فرصه علاج كارينا، لا ده كمان هيحقق حلمه اخيرا وهيبقى زي سوبرمان. في اليوم التالي بقى بيجي ميعاد اختبار الصحوه وبنشوف المشرفين بيكلموا شخص ما وبيباركوا له بمناسبه اجتيازه للاختبار وحصوله على شارة البطل واللي هتخليه يقدر يدخل البوابات في المستقبل ويحارب الوحوش براحته. بيوصل بطلنا بعدها لمقر النقابة وبيشوف الواد ده وبيقول في نفسه انه ابن محظوظة بجد، لكن يظهر ان دوره هو التالي لان المشرف بينادي على اسمه بعدها على طول. طبعا ولان تسويوشي عمل الاختبار ده اكتر من مرة وفشل فيه فبيكون المشرف عارفه كويس وبكل برود بيوضح له ان النتيجة بتاعته مش هتتغير. بيرد عليه سويوشي بنبرة حادة وبيقول له انه هيثبت له ان كلامه كله غلط. بيقول له المشرف خد راحتك بس ما ترفعش سقف طموحاتك عشان ما تزعلش لما تفشل تاني. ما هو شاف عيال ضعيفة زيه قبل كده اكتر من مرة في حياته وكلهم في النهاية اتكسر بخاطرهم وبقوا منظفين ملهمش لازمة. بيتجاهلوا بطلنا وبيقول في نفسه ان اللي نجح في الاختبار قبله كان من المستوى الثالث زيه، ولكن قوته كانت 540 وسويوشي مش عارف دي حاجة حلوة ولا وحشة. بيحط ايده بعدها على جهاز اختبار القوة وبيقول انه لازم يستخدم قوته الكاملة لو كان عايز يبقى بطل. للسبب ده بنشوفه بيفعل مهارة الجسد المطلق اللي حصل عليها من فترة بكامل قوتها، وبيلاحظ ان العداد عمال يجري بسرعة وقتها ولكنه مش بيلغي مهارته مع كده. من شدة قوة بطلنا بقى بيحس المشرف ان في زلزال في المقر بتاعهم، وده طبيعي بما ان قدرة بطلنا القتالية تبقى 5400 بحالها. بيقول له النظام انه حطم الرقم القياسي اللي ما اتكسرش من 30 سنة واللي كان 940 نقطة لواحد من اصحاب المستوى الثالث زيه، بمعنى ان قوته الحالية تبقى اكبر ب5 اضعاف من اقوى شخص بعده في نفس المستوى. بيتحمس سويوشي اللي بيكون هيطير من الفرحة حرفيا وبيقول لنفسه يا ابن اللعيبة. بيفتكر وقتها حوار المطرقة الملكية وبيقول انه عايز يشوف قوتها في الحال. بيوضح له النظام انه يقدر يستخدم قوتها الكاملة لمدة ثانية واحدة بس في مستواه الحالي،
الحالي، ولكنه لازم يخلي باله كويس لأنها هتسحب كمية كبيرة جدا من الطاقة بتاعته في الثانية دي. بيقول سويوشي إنه مش هيحتاج لأكتر من ثانية أساسا عشان يحسب قوته مع المطرقة، واللي أكيد هتكون أزيد بفرق كبير جدا عن قوته الحالية بفضل التحسينات اللي بتمده بيها. المصيبة بقى إنه لما بيفعل المطرقة بيشعر بألم شديد بسبب إنها بتسحب من قوته بسرعة، وبيكون عمال يصرخ وبيقول إن دي أطول ثانية في حياته وإنه بيتمنى قوته تتحسب قبل ما يغمى عليه. من شدة الطاقة اللي كان بيستخدمها بقى بنشوف انتشار برق بنفسجي اللون خارج المبنى، وبيكونوا كل سكان المدينة المجاورين للمبنى ده مندهشين من اللي بيحصل جواه، وده خصوصا بعد ما انقطعت الكهرباء عن المنطقة المحيطة كلها بعد لحظات معدودات. بيدخل المشرف على بطلنا وهو مفزوع بعدها وبيقول له إن الاختبار اتلغى مؤقتا، ولكنه لما بيشوف شكله الغريب بعد ما الطاقة راحت من جسده بيسأله انت مين يا جدع انت بالظبط. بيتجه بطلنا بعدها عشان يمشي من المبنى بتاع النقابة، وبيقول انه لازم يتجنب استخدام قوة المطرقة حاليا لانها مش بس تسببت في مشاكل في المدينة، لا دي كمان سحبت الطاقة من جسده تماما وكان ممكن يفقد وعيه. لكن ده كله مش مهم حاليا لان اهم حاجة هي نجاحه في الاختبار ده وحصوله على الرخصة اللي هتخليه يقدر يبقى بطل او صياد. يعني بيعدي الوقت بعدها وبنشوف بطلنا واقف مع مجموعة صيادين متدربين تانيين، وبيكونوا كلهم على وشك انهم يبدأوا تدريباتهم على ايد المعلم جاي صاحب المستوى التاسع. ومع ان كل الطلاب كانوا بيحترموه وفرحانين بوجوده الا ان بطلنا قدر يفحص احصائياته وعرف ان قدرته القتالية تبقى 1200 نقطة بس رغم انه اعلى منه ب6 مستويات، وعشان كده كان محبط وبيقول في نفسه انه حتى اقوى من المعلم العبيط بتاعه. اللي ما يعرفوش بقى ان جاي كمان كان متعصب لانه بيدربهم، وبيقول في نفسه انه كان زمانه دلوقتي جوه دنجون من الرتبة دي وبيحارب الوحوش، ولانه عايز يعمل كده فبيقرر يقول للطلاب انه هياخدهم معاه يتمرنوا جوه دنجون بكره، والدنجون ده هيكون من الرتبة دي ولكن جواه شوية موارد حلوة. بيستغربوا الطلاب من كلامه وبيقولوا له انهم سمعوا ان التدريب الجسدي هيكون لمدة اسبوع كامل وبعدين هيحددوا الوظيفة بتاعتهم وفي الاخر خالص هيدخلوا الدنجونز. بيرد عليهم جاي بكل برود بان مفيش وقت للتدريبات الجسدية ولازم يرفعوا من قوتهم بسرعة لو كانوا عايزين يبقوا ابطال بجد. بيحذرهم جاي من محاولة عصيان اوامره مرة تانية وبيقول لهم اللي عايز يمشي يغور في داهية. بيقول سويوشي في نفسه ان جاي ده شكله راجل متكبر وهيقرفهم في عيشتهم لان الكبر بتاعه ده مخليه عايز يتحكم فيهم حتى لو كان هيأذيهم. بيفتكر بطلنا البت السجينة بعدها وبيقول انه مش فارق معاه نوع التدريبات اللي هيخضع لها لان في واحدة جميلة من المستوى 72 مستنياه في عالم الوحوش. بيرجع بطلنا لبيته بعدها وبيسمعهم بيتكلموا في الاخبار عن الزلزال اللي حصل اليوم، بس مع كده فما بيكونش مهتم بكل الكلام ده لان وقت الاستراحة بتاع الخاتم انتهى، وبيقول انه هيرجع عالم الوحوش ويرفع مستواه هناك وكمان يجمع الادوات اللي هيحتاج لها كلها. ولما بيستخدم الخاتم بيدخل جوه عالم الوحوش من تاني وبيكون عمال يبص من حواليه، وساعتها بيتأكد ان كل حاجة لسه زي ما هي من ساعة ما مشي وان الوقت كان متوقف تماما وان حتى الهدوم بتاعته رجعت الى ما كانت عليه قبل مغادرته لعالم الوحوش، بمعنى انه لازم يخلي باله من حوار الملابس والمعدات ده لان اي حاجة منهم عايز ياخدها معاه لازم يحطها في الخزنة الملكية. بتقطع السجينة افكاره لما بتقرب منه وبتسأله سرحان في ايه بالظبط. بيرد عليها بطلنا اللي عنده مشاكل في مناخيره بانه كان بيفكر في المغامرة الجديدة وبس. بتقول له السجينة لورا ان في كهف لوحوش الجوبلينز من المستوى الثالث بالقرب منهم ولكنه لازم يخلي باله اثناء مواجهتهم لانهم وحوش خبيثة وشريرة لأبعد الحدود. بيتحمس بطلنا وبيقول ان الحوار بقى عامل زي عوالم الانمي وانه هيموت ويشوف مدى قوة المطرقة الملكية الاصلية. بالقرب من الكهف بقى بتقول له لورا يخلي باله عشان الوحوش ما تصحاش من النوم، ولكنه بيسألها ايه اللي مخوفها بالظبط مع انها من المستوى ال 72. ووسط ما كان بطلنا بيقول ان قدرتها القتالية 630 ألف كاملين. بتسأله لورا عارف منين بالظبط مستواها مع انها ما قالتلوش عليه. بيرد عليها سويوشي بانه السيد بتاعها وطبيعي يكون شخص فاجر من الاخر وبيطلب منها توريه ازاي بتحارب الوحوش بالظبط عشان يتعلم منها. بترد عليه لورا بانها للاسف لو حاربت معاه الوحوش مش هيحصل على اي نقاط خبره لان الفرق في المستوى بينها وبين الوحوش المستهدفه كبير جدا. بس ومع ضغط بطلنا عليها لانه ما واجهش وحوش قبل كده وما يعرفش هيحاربهم ازاي، بنشوفها بتنقض على مجموعه منهم قدام عينيه وبتخلص عليهم كلهم بتلويحه سيف واحده. بيطلع سويوشي الطبله من معاه وبيقول لها انها اقوى محاربه من المستوى 72 شافها
قبل كده، وساعتها بتشكره لورا لأنه بيعاملها كويس جدا على الرغم من إنه سيدها. بيطلب منها سيوشي تعلمه التقنية اللي استخدمتها دي عشان يقضي على الوحوش بيها. بترد لورا عليه بأن التقنية دي اسمها خطوة القطع الفورية، لكن للأسف فدي تقنية خاصة بالمحاربين مرتفع المستوى وهو حتى ما اختارش وظيفته لسه. بيقول لها سيوشي إنه خلاص قرر يبقى محارب زيها، لأنه لو عمل كده هيكون من السهل عليه تعلم التقنيات بتاعتها. بالفعل بعدها بيحدد وظيفته كمحارب، مع إنه محتاج يختار سلاح مؤقت لأنه مش هيقدر يستخدم المطرقة في أي وقت قريب زي ما احنا عارفين. بتتحمس لورا لما بتشوف اختياره ده وبتقوله إنه مش هيندم أبدا، لأنها هتكون أحسن معلمة ليه خلال الفترة اللي جاية كلها. بس طبعا قبل ما تبدأ تعليمه فلازم يجمعوا شوية أدوات خاصة بالمحاربين، بما إنه حاليا ما بيمتلكش أي أدوات تنفع نهائيا. بتنقطع محادثتهم وللأسف بخروج الجوبلينز واللي بيصرخوا عليهم بصوت عالي وبيقولوا إن في دخلاء جوه الكهف بتاعهم، وساعتها بطلنا بيقرر يواجههم بنفسه. بس عشان يعمل كده فلازم يكون معاه سلاح، وده اللي بيخليه يطلب الخنجر من لورا مؤقتا. على طول قبل ما بيجري ناحية الوحوش بعد ما بيقرر إنه يستخدم مهارة التحطيم السماوي، ودي تبقى المهارة اللي نسخها من ريوجا لو مش فاكر ولا حاجة يا صديقي. ووسط صرخات لورا اللي كانت خايفة عليه بيقفز بطلنا تجاه الوحوش، مع إن لورا كانت بتحاول تقول له إن هزيمة وحوش من نفس مستواه أمر شبه مستحيل، لكن وعلى عكس ما تخيلت فبطلنا مش بس خلص على كل الجوبلينز بضربة واحدة، لا ده خرج من الهجوم سليم تماما ومن غير أي خدوش. بتقول لورا إن هزيمة الوحوش دي كانت هتبقى صعبة حتى على فريق من 6 أشخاص، وسط ما كان بطلنا بيحتفل وبيقول إنه لو استمر على كده فهيوصل للمستوى الرابع الليلة. بعد موت الجوبلينز بقى بياخد بطلنا العصاية بتاعتهم، واللي بيقولوا النظام إنها مجرد عصا خشبية متهالكة ولكنه بيكون فرحان بيها. بيلاحظ سيوشي وقتها حاجة مهمة لما بيبص على نافذة الحالة بتاعته وبيعرف إنه معوش أي معدات ودفاعه لحالي 0، عشان كده بيقول إنه لازم يدور على المعدات التانية برضه جنب الأسلحة. ومن حوار المعدات ده بيسرح في أفكاره لأنه ما يقدرش حاليا ينقل معاه العالم الأصلي غير حاجتين وبس، بما إن دي تبقى أقصى سعة للخزانة الملكية بتاعته حاليا، ولأنه دلوقتي لازم ياخد معاه مطرقة ملكية وهو بيسافر بين العوالم، فده معناه إنه بيمتلك خانة واحدة بس مش خانتين لتخزين أي حاجة يحبها. ولما بيسأل النظام عن حل بيعرف منه إنه يقدر يزود عدد الخانات في الخزانة كل ما يرفع مستواه، وده اللي بيخليه يبدأ يفكر يسيب المطرقة الملكية في عالم الوحوش. ووسط ما كان بيقول إن سبب رغبته في زيادة الخانات هو إن مجموعة المعدات الكاملة بتتكون من 5 قطع، بيتفاجئ بلورا بتسأله وبيبصلها بالشكل ده ليه، لأنها ما تعرفش إنه بس غرقان في أفكاره، لكنه بما إنها كلمته فده بيخليه يخرج عن أفكاره للأسف، وبيقول لها إنه بس كان بيشوفها لسه ماشية وراه ولا تاهت. بتنقطع لحظتهم دي بهجوم الجوبلينز عليهم مرة واحدة وبيكونوا كلهم من المستوى الرابع، وبيقولوا إنهم مش مصدقين إن في بنت دخلت الكهف بتاعهم برجلها. ومع إن لورا بتحاول تقول لسيوشي يخليه وراها لأن الوحوش دول مستواهم أعلى من اللي فاتوا، إلا إنها بتتفاجئ بيه بينطلق ناحيتهم بكل قوة وحماس، وبيقول لها ما تتدخلش في المعركة بتاعته لأنه محتاج نقاط الخبرة دي جدا. ما خلي بالك يا صديقي إن الوحوش دول أعلى منه بمستوى كامل، وده معناه إن هزيمتهم هتمنحه كمية أكبر بكتير من نقاط الخبرة اللي حصل عليها قبل كده. بس يظهر إن فرق المستوى ما كانش كافي يخلي أمر هزيمتهم صعب على بطلنا، واللي كان عمال يدبح فيهم لحد ما حصل على 100 نقطة خبرة، ووصل إجمالي نقاط خبرته ل 150 من أصل 3000 عشان يوصل للمستوى التالي. المشكلة هنا بقى إن العصا الخشبية يا صديقي بتاعت الجوبلين اللي كانت معاه اتحطمت، وده اللي خلاه يقول إن شكله هيحتاج لسلاح قوي قريب جدا. أما عن لورا فكانت سرحانة بتقول إن سيوشي طلع أقوى عما كانت تتخيل، لأنه هزم 3 وحوش أعلى منه في المستوى في غمضة عين. استمر بعدها أبطالنا في التقدم جوه الكهف، ومع إن مستوى الوحوش كان بيزيد كل شوية إلا إن التخلص منهم كان سهل جدا بالنسبة لسيوشي اللي كان فرحان لأنه قدر يوصل لحوالي 1200 نقطة خبرة بسرعة ملهاش مثيل. ورغم فرحته بالنقاط دي كلها إلا إنه كان لسه متضايق من العصا الخشبية واللي كسر منها أكتر من 6 أثناء المعارك قدام الوحوش. بيغير سيوشي تفكيره بعدها وبيقول إنه لازم يكون ممتن لعالم الوحوش ده، لأنه فاكر إن المغامرين كانوا بيقولوا إن وحوش المستوى الثالث والرابع بتمنح 10 نقاط خبرة بس في عالم البشر، بمعنى إن النقاط اللي بيحصل عليها حاليا تبقى حوالي 5 أضعاف النقاط بتاعة الدنجونز والبوابات اللي في عالم البشر. وكمان النقاط بتاعة الدنجونز دي كانت بتتقسم على 4 أو 5 أشخاص، لأن دخول أي دنجون كان لازم يتم فيه مجموعة. وعشان كده بيقول بطلنا إنه لازم يبوس إيده ووشه وظهره ويبطل يشتكي، لأنه معاه كنز حاليا والمفروض يقضي
مقدره كويس. بيستمر بطلنا في القضاء على الوحوش لحد ما بيوصل عند غرفة الزعيم، وبيكون محبط شويتين لأنه لسه محتاج 900 نقطة خبرة كاملين عشان يوصل للمستوى التالي. ما هو مش واثق إن الزعيم هيديله ال 900 نقطة دول يا صديقي، والمشكلة إنه واثق إنه مش هيقدر يدخل الدنجون اللي بعده النهارده. الغريب بقى إن سويوشي لما بيبص على الزعيم بيكون مصدوم ومش فاهم اللي بيحصل معاه. ما هو الزعيم ده المفروض يبقى زعيم الجوبلينز ويبقى شكلهم برضه، ولكن مع كده شكله غريب وكأنه شجرة بس بتتحرك. بتتدخل لورا اللي بتوضح له إن شكله متغير بس لأن الظلام استحوذ عليه. بتزداد صدمة بطلنا لما بيسمع كلامها لأن وحوش الظلام دول كانوا هم اللي قتلوا عيلته، ولكنه بيشك إن الوحوش دول ممكن يكونوا مختلفين عن الموجودين في عالم الوحوش. بس لو كانت في فرصة 1% بس إنهم يكونوا نفس النوع من الوحوش، فمستحيل إن سويوشي يضيع الفرصة دي من غير ما ينتقم لعيلته. عشان كده ومع إن لورا بتوضح له إن الوحش ده من المستوى السادس ولكن قوته أعلى من المستوى العاشر بفضل قوة الظلام، إلا إنه بيرفض مساعدتها وبيوضح لها إنه يهتم بأمر الوحش ده لوحده ومش عايزها تتدخل في المعركة بتاعته. فعلى الرغم من إنه ما يعرفش إيه اللي بيربط أساسا بين وحوش الظلام في العالمين، إلا إنه أقسم إنه لما يبقى بطل مش هيسيب أي وحش منهم على قيد الحياة حتى لو كان هيموت في سبيل إنه يعمل كده. لما بيلاحظ زعيم الجوبلينز بقى إن بطلنا بيحاول يهجم عليه بينفعل جامد وبيحاول يرد له الهجوم لأنه مش هيسمح لمجرد بشري عادي يدخل الكهف اللي بيحكمه. لكن طبعا سويوشي ما كانش فارق معاه قوة الوحش وكان بيصرخ بكلمة كله لأجل كارينا. ومع كل الهبد اللي بيحصل ده إلا إن شكل الحكاية ما فيهاش قوة صداقة وللأسف، لأن الزعيم قدر يجرح بطلنا جامد بهجومه ودفعه للخلف بقوة كبيرة. ولما بيلاحظ إنه سقط على الأرض قدامه وحالته بقت كربة خالص، بيجري ناحيته بسرعة عشان يخلص عليه وما يديلوش أي فرصة يقوم من تاني. بيحاول سويوشي يستجمع قوته عشان يقوم ولكن كل محاولاته بتفشل، وده اللي بيخليه يقول إن شكل حياته هتنتهي اليوم للأسف ومش هيلحق يبقى البطل اللي كان بيتمناه. بالفعل لحظتها بيستخدم الجوبلين عليه هجوم اللسان الفاجر، واللي بيكون الغرض الأول منه هو القضاء على بطلنا مرة وللأبد. بينجح وقتها سويوشي وأخيرا إنه يقف من جديد على رجليه، وبيقول إنه ما ينفعش يموت على إيد نفس الشخص اللي قتل عيلته، ولأنه حاليا مش معاه أي سلاح يحاول يتصدى بيه للزعيم، فده اللي بيخلينا نشوفه بيستخدم مهارة الجسد المطلق واللي بتخلي بنيته العضلية تزداد بشكل ضخم. ما هو بيقول إنه قرر يستخدم دراعه كسلاح ليه بما إنه معوش أي حاجة غيرها يستخدمها حاليا. بيحاول النظام يحذره من استخدام الجسد المطلق بكامل قوته على جزء واحد بس من الجسد زي دراعه، وبيقول إنه كده هيحط الجهد كله على دراعه ولازم يخلي باله، ولكن سويوشي بيتجاهل كلامه. على طول قبل ما بيقفز تجاه الزعيم وهو بيقول إنه مش هيسمح لمجرد نظام ياخد قراراته بدلا منه، وهو قرر خلاص إنه هيستخدم دراعه كسلاح حتى لو كان الحوار ده هيأذيه بعدين. ومع نهاية كلامه ده بنشوف إنه وصل لدماغ الزعيم وفصلها عن جسده تماما، وبيقول إنه اختار صح فعلا لما قرر يستخدم دراعه كسلاح. ومع موت الوحش بيبدأ يرجع دراع بطلنا لهيئته العادية ولكنه بيكون مصاب جامد، ومع كده ما بيكونش حاسس بالألم لأن الفرحة عنده كانت فرحتين يا صديقي. بعد ما وصل للمستوى الرابع وقتل واحد من وحوش الظلام في نفس اليوم، بيطلع له النظام بعدها وبيقول له استنى يا اسطى مش هتهرب من العقاب بسهولة كده، لأن دراعك اليمين اتصابت جامد ولو ما عالجتهاش في أقرب وقت هتصاب بالشلل. بيديله نصيحة بعدها إنه ما يستخدمش قوته كلها تاني من خلال جزء واحد بس من جسده، ودي بتكون آخر حاجة بيسمعها بطلنا سويوشي الحزين قبل ما يغمى عليه. بتجري عليه بسرعة لورا عشان تعالجه وبتقول له ما يشيلش هم الحاجات البسيطة دي. وعلى الحوار ده بتعدي ساعة بعدها بسرعة وبيفتح بطلنا عينيه وبيكون مندهش لأن سرعة استشفاء جسده سريعة جدا بفضل الجرعة العلاجية. بيقوم يفرد عضلاته حرفيا ومجازيا قدام لورا العبيطة واللي كانت عمالة تطبل له وتقول له إنه جامد وهو صاحي أو حتى مغمى عليه. وبعد الاحتفالية الصغيرة دي بتقول له يلا بينا نستلم جوائز إخلاء الدنجون. بيجري بطلنا معاها على هناك وهو بيقول إنه كان ناسي الحوار ده ولكنه بيتمنى يكون هيحصل على شوية معدات وأسلحة وحاجات جامدة. بيطلع له النظام فعلا وبيقول له إنه هياخد هدية إضافية كمان بعد ما حطم الرقم القياسي لزمن إخلاء الدنجون. بتنقطع أفكار بطلنا بصوت لورا المتحمسة بزيادة واللي بتقول له إن صندوق الجوائز المرة دي يبقى من الرتبة الظلامية. بيقول سويوشي إن أدوات الرتبة الظلامية نادرة لدرجة إنها تباع في المزادات وأكيد ما كانش هيحصل على أداة زي دي لولا تحطيمه للرقم القياسي. بيتحمس بطلنا وبيقول إن ربنا فعلا مش بيضيع تعب حد بما إنه فضل يجتهد ويتعب في وظيفة المنظف وفي النهاية تعب وجاب نتيجة بشكل عجيب. وفوق كده كمان لما بيفتح الصندوق بيكتشف إن جواه مجموعة كاملة من معدات جوبلين الظلام. بيفكر سويوشي شوية هيتصرف إزاي وهو ما عندوش
ملوش مكان يخزنها فيه. ما هو حاليا بيمتلك خانة واحدة بس فاضية ومش عارف هيخزن جواها 5 معدات ازاي. بتجيله فكرة عبيطة بعدها وبيقول انه هيجرب يشيل المجموعة كلها مرة واحدة جوه الخزنة، بما ان في احتمال يكونوا ال5 قطع كلهم بيتحسبوا قطعة واحدة لانهم من نفس النوع. ويظهر كده ان الخدعة العبيطة بتاعته نجحت بالفعل يا صديقي، وبيكون هيطير من الفرحة. وساعتها بتملى وشه علامات الانحراف وبتسأله لورا مالك يا منحرف بيه. بيرد عليها سويوشي بانه بس فرحان بحوار المعدات اللي حصل عليها. بيطلعوا ابطالنا يقعدوا بره شوية بعدها لان هدوم بطلنا متقطعة، وبيكون مستني لورا تخيط له تيشيرت تاني مكان اللي اتقطع. ولما بتنتهي من عملية الخياطة بيلبسوا سويوشي اللي بيكون هيطير من الفرحة. بيوضح للبت بعدها انهم تعبوا النهارده ولازم يدوروا على مكان يخيموا ويرتاحوا فيه، ولكنه في الحقيقة بيستغل وقت الراحة في انه يستخدم خاتم اللانهاية عشان يرجع لعالم البشر. هناك وبمجرد ما بينزل من البوابة بيسقط على السرير بتاعه وبيقول انه تعبان جدا. ما هو فضل يتمشى مع لورا جوه عالم الوحوش لحد ما وجدوا مكان آمن يناموا فيه، وفضل مستنيها لحد ما تنام عشان يرجع العالم بتاعه من غير ما تاخد بالها ابدا. بيقول انه لازم يركز الفترة الجاية على قضاء اكتر وقت ممكن جوه عالم الوحوش، لان عملية رفع مستواه هناك اسهل من عالم البشر بمراحل عدة. عشان كده فهو هيركز على انه دايما ينام ويرتاح جوه عالم البشر بس، بحيث انه يقدر يستغل كل ساعة صاحي فيها في رفع مستواه في العالم التاني. في اليوم التالي بقى بيفتح بطلنا نافذة النظام عشان يجرب يرتدي مجموعة الادوات الجديدة بتاعته. بيلاحظ وقتها ان شكله بقى اشبه بالابطال الخارقين الموجودين في الافلام والحكايات، وبيقول انه لازم يخلي باله ويحافظ على الدرع ده لحسن يسرقوه الصيادين. ما هو لازم ما ينساش انه مجرد مبتدئ حاليا بس في عيون الصيادين كلهم، وكتير منهم لو شافوا لابس حاجة ذات قيمة هيهجم عليه وياخدها منه بما انه شايفه فريسة سهلة. بس النظام الجدع بيرفض يسيبه محتار وبيطلع له رسالة جديدة بيقول له فيها انه يقدر يغير من الشكل الخارجي للمعدات ويخليها شكل الهدوم العادية. ولما بيوافق سويوشي على الحوار ده بيرجع لشكله الطبيعي، ولكنه بيكون لسه محتفظ بنفس الخصائص بتاعت مجموعة معدات جوبلين الظلام. ومن كل الحاجات الجامدة اللي بتحصل مع بطلنا دي بنشوفه فرحان بزيادة، وبيقول انه لازم ياكل اي حاجة لان ميعاد دخول البوابة مع جاي اقترب. ولكنه لم يكن يعلم ان فرحته لن تكتمل بتلك السهولة. ما هو موبايله بدأ يرن بشكل متتالي وده اللي خلاه يرد بسرعة، وساعتها اتضح انها مكالمة من الممرضة بتاعت اخته كارينا، واللي كان صوتها مفزوع وقالت له ينقذ اخته بسرعة لان في ناس عايزين ياخدوها. بيصرخ سويوشي لانه عارف ان دول الناس اللي مستلف منهم الفلوس اكيد، ولكنه ما بيكونش فاهم هما ليه بيعملوا كده مع انه بيدفع الاقساط بتاعته في ميعادها المحدد. بتحمر عينيه لحظتها من شدة الغضب وبيقول انه كان بيعجن نفسه شغل عشان يسدد الفلوس، وفي الاخر راحوا يضايقوا اخته من غير حتى ما يتواصلوا معاه قبلها يفهموه السبب. وفي المشفى بقى بنشوف واحد بيكلم كارينا وبيقول لها ان هم ما كانوش عايزين يعملوا كده، ولكن اخوها استلف منهم فلوس وما دفعهاش حتى الان ولازم ياخدوها هي في المقابل. بيقول ان الصبح حلاوه انه اصلا وافق يسلم سويوشي الفلوس عشان زعيمهم معجب باخته، وكانوا عارفين انه ضعيف ومش هيقدر يسدد القرض اللي عليه وساعتها هياخدوها هي بدلا من الفلوس. بتصرخ كارينا على حلاوه وبتقول له ان العقد مزور لان اخوها مستحيل يمضي على حاجه زي كده. بيوضح لها حلاوه ان الفلوس الاسبوعيه اللي بيدفعها اخوها بتغطي الفايده بس، وده معناه انه لو استمر على كده مش هيسدد القرض في اي وقت قريب ويعتبر نصب عليهم. بس وبما انه حلاوه من النوع الطيب فهيديلها الخيار انها تروح معاهم بمزاجها وهيعاملوها كويس او تعاندهم وساعتها هياخدوها بالعافيه، ولكن ده هيخليهم متعصبين وهيزعلوها جامد. ومع نهايه الجمله دي بيدخل سويوشي من الباب دخول رايق بيسبب اجمد الحرايق. ما هو بدل ما يفتح الباب انتزعوا من مكانه تماما وبصوت عالي قال لهم انهم كلهم هيدفعوا الثمن. بكل برود بيبص له حلاوه بطرف عينيه بس وبيقول له اخيرا جيت يا وجه البورس انت. بيساله ايه اللي مخليه متعصب كده وبيعمل فيلم هندي في المكان مع انهم جايين يخلصوه من اخته المعاقه اللي اكيد مخليه حياته صعبه. بس قبل ما يكمل سؤاله بتكون لكمه بطلنا وصلت لوشه واللي من شده قوتها بتسقط سنان حلاوه العبيط وبيبقى راجل عجوز. بيتضح ان لكمه سويوشي كانت مكونه من جزئين بعدها، لان الجزء الثاني منها بيبعت حلاوه طيران ناحيه الارض. سبب سرعه بطلنا بقى هو انه فعل الجسد المطلق ونقل قوته لرجله قبل تنفيذ الهجوم. ومع سقوط حلاوه اللي يعتبر قائد الفريق الصغير ده بيتدخل التابع بتاعه وبيحاول يهاجم سويوشي بالتصوير البطيء وهو بيقول له ان اللي يلمس حلاوه لازم يموت. بيرد عليه سويوشي بانه لازم يبطل زارتنج لانهم في المستشفى والمرضى مش ناقصين روايح، وبيقابل لكمته بقبضه ايديه اللي بتكسر دراع الاصلع الحزين. من شده غضب حلاوه من اللي شايفه بقى بنشوف عروق وشه هتطلع من مكانها لدرجه انه
بيقرر يطلع المسدس بتاعه ويموت سويوشي مرة وللأبد، وبدون أي تفكير بيطلق الرصاصة بالفعل لأن موت سويوشي مش هيفرق طول ما أخته لسه عايشة. بيرفض بطلنا إنه يتزحزح من مكانه حتى وبيمسك الرصاصة بإيديه بعد ما نقل قوته المطلقة بشكل مؤقت ليها عشان يرفع من صلابتها. بيتصدموا العصابة وبيقولوا إن اللي حصل ده معناه حاجة واحدة وبس، وهي إنه سويوشي العبيط عديم النفع بقى بطل بعد ما كان مجرد منظف. وسط كلامهم ده بقى بيكون بطلنا عمال يقترب منهم لحد ما بيبقى واقف قدامهم بالظبط، وساعتها بيبدأوا كلهم يرتعشوا من الخوف. في الوقت ده نفسه كانت الممرضة جابت الشرطة عشان يساعدوها في التخلص من المقرضين، لكن لما بتوصل لغرفة كارينا كل حاجة بتتغير تماما يا صديقي. ما هي بتشوف المقرضين كلهم مضروبين وحالتهم كربة خالص، وحتى حلاوة كان بيكلم بطلنا باحترام وبيقول له ما ينساش بس يدفع الفلوس اللي عليه قريب، لكن في الحقيقة طبعا حلاوة ما بيكونش مسامحه أبدا على اللي عمله معاه، وبيقول إن الزعيم بتاعهم محارب من المستوى العاشر، وأكيد هيبقى من السهل عليه هزيمة صياد جديد زي سويوشي ده. بعد رحيل العصابة بقى بيعتذر بطلنا لاخته لانه ما بيزورهاش كتير مؤخرا، بيقول لها ان المقرضين مش هيسيبوهم في حالهم غير ما يدفعوا الفلوس، ولكنها لازم تطمن لانه بقى صياد وهيقدر يجمع الفلوس في كام يوم بس. بنشوف كارينا شارة الصيد معاه وما بتكونش مصدقة عينيها ابدا لانها اول مرة تسمع عن منظف بقى صياد في حياتها كلها. بيسرح سويوشي شوية وبيقول انه استلف 60,000 دولار من عصابة التعبان، وعشان يجمعهم احتمال يضطر يبيع المعدات بتاعته اللي حصل عليها مؤخرا. طبعا ده اول حل بس، ولكن الحل التاني هو انه يبقى صياد رسمي باسرع وقت ممكن عشان يقدر يدخل البوابات ويصطاد الوحوش في اي وقت يحبه. وعلى مدخل بوابة الرتبة دي بنشوف المعلم جاي واقف هناك وبيسأل الطلاب لو كانوا استعدوا بالكامل ولا ايه الكلام. بيكمل بان دخولهم البوابة اليوم هيكون مجرد اختبار بس ليهم، وعشان كده اي معدات يلاقوها جواها لازم يسلموها له في نهاية الرحلة. بيقول سويوشي انه سمع ان المدربين بيعملوا كده دايما، ولكنه مش زعلان لان دي مجرد بوابة منخفضة المستوى واكيد ما فيش حاجة حلوة جواها. بيقول لهم جاي انهم لو سمعوا اوامره بالحرف الواحد من غير اي اخطاء فهيخرجوا من البوابة بسرعة وكمان هيبقوا ابطال لانه معلم فاجر. لكن طبعا ولان وقته مش ببلاش يا صديقي فلازم كل واحد يدفع له 20,000 يوان. بيضطروا الطلاب يسمعوا كلامه وكل واحد بيفتش في جيبه على فلوس، مع اني معرفش مين هيخرج بال20,000 دول في رحلة زي دي. بيتدخل سويوشي لانه لسه مفلس والحوار مش ناقص يعني، وبيسأل جاي ليه هياخد منهم فلوس مع انه هياخد المعدات اللي هيلاقوها جوه كلها. بيحاول واحد من الطلاب ينقذه بسرعة وبيقول له يسحب كلامه ده لان جاي اللي قدامه ده يبقى من نقابة الذئب المجنون الشهيرة. ووسط ما كان سويوشي بيقول في نفسه انه مش هيدفع ابدا، بيرد عليه جاي بانه هو اللي بيحط القواعد حتى لو مش عاجبه الحوار، ولو لسه عنده كلام تاني عايز يقوله فيقدر يروح يقدم على اختبار فردي، ولكنه ساعتها هيضطر يدخل الدنجن لوحده من غير ما حد يشرف عليه جواه. بيقولوا الطلاب ان مفيش اي حد نجح في اختبار فردي حتى الان، بل وكمان في اشخاص كتير جدا ماتوا جواه لان مفيش حد ينقذهم لو تعرضوا لمخاطر. بس مع كل الكلام ده الا ان بطلنا بيتجاهلهم تماما، وبيوضح لجاي انه عايز يسجل في الاختبار الفردي لانه معوش فلوس. بتعلى صياحات الطلاب اللي بيحاولوا يطلبوا منه يرجع في كلامه، ولكنه بيتجاهل كلامهم كله وبيركز بس على الرحله اللي قدامه. وحتى المشرف على قائمه الاسماء بيكون هيتجنن تماما وبيحاول يمنع بطلنا من التهور، ولكنه بيفهمه انه عارف المخاطر كلها كويس وعايز يدخل لوحده برضه. بيضطر المشرف تحت الضغط يسمح له بالدخول مع انه عارف ان الموت هو مصيره الوحيد. فمع ان الدنجن ده من الرتبه سي بس وصعوبته مش عاليه قوي، الا انه بيحتاج لفريق من 5 اشخاص او اكتر وشبه مستحيل يتم اخلاقه من قبل شخص واحد. بيندهش بطلنا لما بيشوف شكل الدنجن من جوه لانه مش متعود على كده، بما انه كل مره كان بيدخل فيها الدنجن بس بعد ما يتم اخلاقه من قبل الصيادين. بتنقطع افكاره بعدها بهجوم مفاجئ من واحد من وحوش البوابه، ولكنه بيكون وحش عبيط. ماو لما حاول يهاجم بطلنا كسرت العصا الخشبيه بتاعته من غير ما يخدشه حتى. بيلاحظ سويوشي ان الوحش ده يبقى جوبلين ظلامي من المستوى الثالث بس، فبيسخر منه لانه شايف ان قدرته القتاليه 640 بس يعني عشر قوه سويوشي نفسه. وبما ان الوحوش اللي اتحداهم بطلنا جوه عالم الوحوش كانوا اقوى من الجوبلين ده بكتير، فده اللي بيخلينا نشوفه بيخلص عليه بضربه واحده بس وبيقول له انه وحش زباله. اللي مخلي سويوشي يتعصب بقى هو انه حصل على 20 نقطه
نقطة خبرة بس، وده يعتبر أقل من نصف النقاط اللي بيحصل عليها من وحوش نفس المستوى في عالم الوحوش. لكنه مع كل ده ما عندوش أي اعتراض لأن مستوياتهم منخفضة جدا، ويقدر يضرب عصفورين بحجر واحد بحيث يرفع من مستواه وينجح في الاختبار بتاعه في نفس الوقت. للسبب ده بنشوفه بيرتدي معدات جوبلين الظلام وبيقول إنه هيختبر قوتها بالمرة، ومن هنا بيتضح إنه مش هيقدر يستخدم مهارة مجسات الغضب في هيئة المعدات المخفية، وعشان يستخدمها هيكون للأسف مضطر يكشف عن شكل المعدات الأصلي، ودي طبعا يا صديقي ما تعتبرش مشكلة حاليا بما إنه جوه البوابة لوحده. ووسط ما كان سويوشي عمال يدبح في الوحوش بمجسات شفيق من سبونج بوب، كان المشرف واقف بره وبيقول إن سويوشي لو لسه حي هيعتبر نجح في الاختبار، ومع إنه كان عمال يتصبب عرقا ويقول إنه بيخدع نفسه لأن الشخص ده أكيد مات، إلا إن ده كله بيتغير لما بيسمع الصوت بتاع نظام التقييم بيبلغه بنجاح سويوشي في الاختبار. وعشان يقتنع أكتر بالكلام ده بيخرج قدام عينيه سويوشي واللي بيسأل المشرف عن أقرب مكان يقدر يستحمى فيه من الدم اللي عليه ده. وعند البوابة التانية بقى بنشوف خروج المعلم جاي مع الطلاب بتوعه واللي بيكونوا كلهم حالتهم كرب، وبيقول لهم إنهم لولا ما كانوش هيبقوا صيادين أساسا. بيقولوا بعض الصيادين منهم إنه لو كان سمح لهم يتدخلوا ويشتغلوا سوا كانوا أخلوا الدنجن لوحدهم، ولكن بقية الطلاب بيخافوا وبيقولوا لهم يسكتوا لحسن جاي يتعصب عليهم. بس جاي البارد بيرد عليهم بكل هدوء بإنه راجل طيب وسمح لهم يدفعوا 20,000 بس، مع إن أي معلم تاني مكانه كان هياخد منهم الضعف أساسا. لكن وهو بيتكلم كده بتجيله مكالمة من نقابة الصيادين فبيرد عليها وبيقول للمتصل يتكلم بسرعة لأنه مشغول حاليا. بتتغير ملامح وش جاي بعدها وبتملاها الصدمة لما بيكمل المتصل كلامه وبيوضح له إن سويوشي نجح في الاختبار الفردي، وللأسف بيروح جاي يجري على المكان اللي بيغسل بطلنا وشه فيه وبيسأله ازاي نجح في الاختبار بشكل فردي مع انه مبتدئ من المستوى الرابع. ما هو حاسس انه سويوشي غش واستخدم ادوات عالية المستوى لانه يعتبر اول شخص ينجح في الاختبار الفردي ده في التاريخ كله. بيرد عليه بطلنا الفاجر بكل فخر بانه جاي هنا عشان يحطم كل الارقام القياسية ويثبت للكل انهم مش محتاجين يدفعوا 20,000 عشان يبقوا صيادين. بيفهم جاي ان بطلنا بيحاول يسخر منه وعشان كده بيفقد اعصابه وبيجري على بطلنا بحيث يمسكه من هدومه وبيقول له انه لو ما فهموش نجح ازاي في الاختبار بالتفاصيل هيقتله قريب. بيرد عليه سويوشي بانه المفروض يعرف حجمه كويس لانه مجرد صياد من المستوى التاسع ضعيف وقدرته القتاليه 1200 بس. لحظتها بقى بيغلي دم جاي وبيقول له انت كده جبت اخرك معايا يا معلم، وبيشحن طاقته في قبضه ايديه عشان يسدد له لكمه قويه جدا. بيمسك بطلنا ايديه بكل سهوله لما بيعمل كده وبيقول له بطل تعمل نفسك جامد يا طعميه، ده انت مجرد صياد ضعيف من المستوى التاسع مش من المستوى 100. بيتصدم جاي وبيقول ان اختبار قوه بطلنا شكله كده كان غلط لان اللي قدامه ده مستحيل يكون شخص مبتدئ من المستوى الرابع. ما هو مش فاهم ازاي شخص اقل منه ب5 مستويات كاملين اتصدى للهجوم بتاعه من غير حتى ما يتم دفعه للخلف او يتخدش اساسا. بيبدا جاي يسحب الخنجر بتاعه من ورا ظهره لانه عضو في نقابه الذئب المجنون ومستحيل انه يسمح لحد يهين كرامته ويفضل عايش بعدها. بيلاحظ بطلنا ان في حاجه غريبه في تصرفات جاي فبيقول له استنى بس يا معلم وخلينا نتكلم، ولكن جاي بينقض عليه بالخنجر وهو بيقول له خلي الكلام بتاعنا جوه القبر بعد ما تموت. طبعا الخنجر لما بيوصل لدراع بطلنا بيتحطم تماما ولسوء حظ جاي، وده بفضل معدات جوبلين الظلام وكمان مهاره الجسد المطلق بتاعه بطلنا. بيبص جاي للخنجر بتاعه وبيقول شقى عمري كله راح، بما ان ده كان الخنجر الاساسي اللي بيدخل بيه البوابات مع نقابته. بيركز بعدها على المهمه وبيقول لبطلنا انه كده اكيد مخبي معدات عاليه الجوده لانه مستحيل يصد هجوم الخنجر بتاعه بايديه العاريه. المشكله بقى ان سويوشي مش بيقدر يخبي ملامح الصدمه اللي بتظهر على وشه مره واحده، وبيقول في نفسه ان لو الصيادين عرفوا بحوار المعدات ده اكيد هيحاولوا يسرقوها منه. وطبعا تغير علامات وشه بالشكل ده بيخلي بسمه الانحراف تملى وش جاي وبيقول له اعترف لعمه بكل حاجه يا اسطى وما تخافش مش هقول لحد. بيعمل بطلنا نفسه عبيط وبيقول انه كان مرعوب من هجوم جاي بالخنجر عليه، ولكن لحسن الحظ اتضح ان الخنجر كان مصدي وبايظ وما سببلوش اي ضرر نهائيا. ووسط الهبد اللي كان بيعمله ده بيوصل مشرف الاختبار للمكان اخيرا، فبنشوفه بيكلم بطلنا وبيعتذر له كمان عن التاخير وبيديله شارة الصياد الرسميه بتاعته واللي هتسمح له ينضم للنقابات ويدخل البوابات. بياخد سويوشي نفسه وبيقول ان وصول المشرف انقذه لانه ما كانش عارف هيقول ايه بالظبط لجاي بخصوص اللي حصل معاهم، بس يظهر ان جاي مش هيسيبه في حاله لحد ما يعرف يا صديقي لان النقابه بتاعه الذئب المجنون دي مشهوره بانها مليانه لصوص. بيشعر سويوشي بنيه القتل بتاع جاي من وراه وبيقول ان شكله كده مش هيرتاح اليومين دول، فمع انه واثق ان قدرته القتاليه اعلى من اللي اسمه جاي ده بكتير الا انه خايف
خايف يكون بيفتقر للخبرة اللي تسمح له ينتصر عليه في معركة فردية. وفي ليلة نفس اليوم بقى بنشوف سويوشي بينام خلاص وبيقول انه لازم يخلي باله كويس لحسن يموت قبل ما يرفع مستواه. ما هو ما يعرفش انه خلاص تمت ملاحظته من قبل المعلم جاي الحرامي، واللي بنشوفه جايب واحد صاحبه من النقابة عشان يسرقوا كل حاجة بطلنا الحزين. بيقول له على اللي معاه على خطتهم وانهم بمجرد ما يقتحموا الباب هيستخدموا سحر الشلل على بطلنا وبعدها هيفقدوه وعيه وياخدوا حاجته ويمشوا. بيوافق جاي على الخطة وبيقول له انهم هيقسموا المعدات بتاعته بالنص، وبنعرف ان علاء ده يبقى ساحر من المستوى العاشر وقدرته القتالية 3500 نقطة. بيقول له علاء يبطل يرفع صوته ويتكلم بانحراف لحسن يبوظ الخطة بتاعتهم من قبل حتى ما يبدأوا تنفيذها. على طول قبلها بيتوجه ناحية مقبض الباب اللي بيوضح لنا انه هيحطمه بالسحر، وهيعمل كده تحديدا بسحر النار عشان المقبض ينصهر من غير ما يسبب اي ازعاج. المصيبة ان بطلنا بيصحى يفتح له الباب من جوه وقتها وبيقول له نهارك لذيذ، وبيكون ماسك في ايديه العصا بتاعت الجوبلين كالمعتاد. يعني بيقول لهم انه ما كانش يتوقع ان جاي ده هيتحرك في نفس اليوم ويكون بالسرعة دي. بيوجه سلاحه بسرعة تجاه المعلم علاء وبيسدد له هجوم باستخدام مهارة التحطيم السماوي لانه عايز يخلص على اعلاهم من حيث القوة في بداية الامر، لكنه بعد الهجوم ده بيلاحظ انه ما قدرش يخلص عليه وبيقول ان المعركة بتاعتهم هتكون صعبة لان الفرق بينهم 6 مستويات كاملين. فعلى الرغم من ان قدرته القتالية اعلى منهم الاتنين على بعض الا ان كتير من احصائياتهم هتكون اعلى منه بسبب فرق المستوى بينهم، ومن التوتر اللي بيكون فيه بيسرح شوية بما انه بيفكر يهرب اساسا. لكن لسوء الحظ افكاره دي كلها بتنقطع لما بيقوم علاء وبيقول له مش هسيبك يا اسطى وما تحاولش تهاجمني تاني لان هجومك اللي فات ما كانش هينجح له لانه كان هجوم مفاجئ بس. بيستخدم الساحر علاء بسرعة على بطلنا مهارة اللهب عشان ينتقم منه. بتوصل النار لجسد بطلنا بالفعل لان المعدات بتاعته قوية قدام الهجمات الجسدية بس، في حين ان الهجمات بتاعت علاء كلها سحرية والتصدي ليها صعب جدا. ومع ادراكه لكل الحاجات اللي بتحطه في موقف ضعف دي بيطلع يجري، فبيطلب علاء من جاي طرده هو لانه ساحر وسرعته نوعا ما بطيئة. بس طبعا جاي مستحيل يقدر يوصل له بنفسه اساسا لان سويوشي كان بيعمل حركات باركور وبيقفز من مبنى للتاني. بيتجه بعدها ناحية الارض وبيقول انه ممكن يكون بيقفز من مسافة عالية شوية ولكنه هيقوي رجله بمهارة الجسد المطلق وكمان المعدات بتاعته هتحميه. ما هو يا صديقي برضه مش بعد ما تعب عشان يحصل على المعدات دي كلها من عالم الوحوش هيجي في الاخر ومش هيستفيد منها في اكتر لحظات محتاج لها فيها. المصيبة بقى ان في محارب تاني من فريق الذئب المجنون ده بيظهر في المكان. بينقض المحارب عجوة على بطلنا وبيسدد له ركلة في غاية القوة تجاه بطنه، وبنعرف انه من المستوى ال 12 وقدرته القتالية حوالي 4000. بيسخر عجوة منه وبيقول له انه عبيط لانه افتكرهم مجرد شخصين بس مش 3. على طول قبل ما بيسدد له لكمة قوية جدا بايديه الاتنين على دماغه وبيدفعه بسرعة شديدة تجاه الارض لدرجة انه بيسبب ما يشبه الانفجار الصغير. بيقول سويوشي انه منحوس بجد لان ضربة عجوة وصلت لجسده بقوتها الكاملة بما انه كان ساعتها مقوي رجله بس لوحدها، لكن لحسن حظه فقبل ما يرتطم بالارض بشوية كان رجع يقوي جسده كله مرة تانية. بيوصلوا بقية اعضاء النقابة للمكان وبنشوف ان علاء مصدوم وبيسأل بطلنا عن النوع بتاع الهجوم اللي استخدمه عليه لانه كان قوي رغم انخفاض مستواه. بيلاحظ بطلنا ان نية قتلهم تجاهه عالية جدا، فبيقرر هو كمان ياخد المعركة جد ويحاول يخلص عليهم تماما. عشان كده بيفعل مهارة مجسات الغضب وبيهاجمهم بيها، وبيقول انه حتى لو قتلهم فهيكون بيدافع عن نفسه بس مش اكتر. المصيبة بقى ان قبل ما المجسات توصل للاعداء بيستخدم علاء مهارة الشلل واللي بتمنع حركة بطلنا تماما لمدة ثانية وكمان بتلغي مهارته لان مستواه منخفض. بيتفزع سويوشي اللي بيقول في نفسه انه كده مش قادر يتحرك وشكله هيموت في المكان ده. بينطلق اللصوص كلهم تجاهه بسرعة وهم بيقولوا ان مهارة المجسات دي شكلها كانت قوية، وطالما ان واحد ضعيف زيه بيقدر يستخدمها فاكيد معاه معدات غالية. لحسن الحظ هنا بتطلع رسالة لبطلنا بتقول له ان فترة راحة الخاتم انتهت، وده معناه انه يقدر يستخدم بوابة اللانهاية عشان يهرب ويدخل لعالم الوحوش. بالفعل بيفعل بطلنا البوابة بسرعة قبل ما الهجوم القاتل بتاع العصابة يقتله بثواني معدودات، وبيقول لهم انه مش هينسى اللي حاولوا يعملوه لما يرجع هيخلص عليهم كلهم بأي تمن. ولما بيبعد عنهم بيحس انه بيحلم لانه كان خلاص على وشك انه يستسلم للموت، بس ولان الكلام ده كله مش مهم حاليا فبيقول انه لازم يرفع مستواه بأي تمن، لانه لما يرجع العالم بتاع البشر فهيلاقي نفسه جوه نفس الموقف الخطير اللي تعرض له من شوية، وعشان يقدر يفكر كويس فلازم ينام حاليا لانه معرفش ينام بسبب العصابة. بيعدي الوقت بعدها بسرعة وفي صباح اليوم التالي بيقرر بطلنا
بطلنا إنه يبدأ رحلته الجديدة، ولما بيفهم لورا إنه عايز يحصل على مهارات خاصة بيه بتاخده لأكاديمية القتال، وبتقول له إنه هناك هيقدر يحصل على مهارة وممكن أكتر كمان. لكن المشكلة يا صديقي إنه لما بيوصل هناك بيوضح له الحارس إنه عشان ينضم لهم فلازم يوصل الأول للمستوى السادس وكمان يجتاز الاختبار اللي هيتعمل له بعدها. بتعتذر لورا لبطلنا لأنها جابته كل المسافة دي على الفاضي، وبتقول له إنها كانت بتتمرن بس بقالها فترة طويلة وما كانتش تعرف القواعد أساسا. ولما بيطمنها سويوشي بأنه مش زعلان منها بتقترح عليه يروحوا دنجون قريب منهم. بيتنمر الحارس على بطلنا بعدها بالكلام وبيقول له إنه فعلا لايق على البت الهجينة اللي معاه لأنه مجرد بشري ضعيف وهي نصف ثعلبة بس وملهاش لازمة. بتشعر لورا بالحزن وبتقول إنها فعلا لازم تبعد عن سويوشي وتسيبه في حاله لأنه لما يدخل أكاديمية القتال مش هيحتاجها بعدها وهيبدأ رحلته اللي هتخليه يوصل لمنصب ملك الوحوش. بس أفكارها دي كلها يا صديقي بتنقطع بصوت انفعال سويوشي على الحارس المتنمر واللي كان بطلنا ماسكه من هدومه جامد وبيقول له يعتذر لها وإلا هيخلص عليه. بيرد عليه الحارس بأن كلامه ما كانش كدب لأن لورا تبقى هجينة نصف بشرية ونصف وحش، وده كان السبب اللي خلاها مجرد عبدة ملهاش اسم. بنلاحظ بعدها خروج أشخاص كتير من رماة الأسهم وبيستعدوا لإصابة بطلنا بالسهام، وبيوضح له الحارس إنه حتى لو كان تحت حماية الملك فمن حقهم يعاقبوه لو ضربوه، لكنه مع كده بيكمل بأنه مستعد يعتذر للبت في حالة واحدة بس، وهي إنه ينجح في الاختبار بتاع الأكاديمية ويقدر ينضم ليها بعد ما يوصل للمستوى السادس. بيبدأ يستوعب بطلنا اللي بيحصل معاه لما بيفوق شوية، وبيقول في نفسه إنه لازم يتمالك أعصابه وإلا كل تعبه هيروح حضر. على طول قبل ما بيخرج عن أفكاره بيوضح للحارس إنها اسمها لورا وإنه ادالها الاسم ده قبل كده ولكنه بيعلنه حاليا بشكل رسمي. بيطلب من الحارس ما ينساش الاسم ده أبدا لأنه هيحتاجه بعدين، وخصوصا لما يجي يعتذر لها بعد ما ينجح في اختبار الانضمام للأكاديمية. بيسحب لورا معاه بعدها واللي بتكون فرحانة جدا بالاسم الجديد بتاعها، وبيقول لها ما تخافش خالص لأنه هيرفع مستواه ويرجع ياخد لها حقها من الحارس. في الطريق للدنجون بقى بيكون بطلنا مندهش من حوار انها نصف ثعلبة ونصف بشرية، وبيقول لها ان الحوار ده شكله نادر ودي حاجة حلوة عكس ما الغلام بيقولوا. بتسأله لورا لو كان الاسم اللي اداهولها ده ليه معنى معين بالنسبة له ولا حاجة، فبيفتكر ان الاسم مش عاجبها وبيقول لها انه جه في باله على طول بس وممكن يغيره عادي. بتتفزع البت وبتقول له انه فهمها غلط خالص لانها كانت عايزة تشكره على اللي عمله بس مش اكتر. وعلى الحوار ده بيعدي الوقت بسرعة وبيوصلوا ابطالنا اخيرا عند كهف الجوبلينز، واللي بتقول له لورا انه هيكون انسب مكان يصطادوا فيه حاليا. وجوه الكهف بتساله لورا ايه اخبار الخنجر الجديد اللي اشتريته له، وبتوضح له انه ممكن يكون مش احسن حاجه موجوده ولكنه اقوى بكتير من عصا الجوبلينز اللي معاه. بيرد عليها سويوشي وهو طاير من الفرحه بان الخنجر جميل بزياده واحسن حاجه بتميزه انه خفيف ويقدر يتحرك بيه بسهوله. بيتضح لنا وقتها ان الكهف ده يبقى كهف ثعالب مش غيلان لما بيطلعوا ثعالب المستوى الخامس عشان يهجموا على بطلنا. بيقول سويوشي ان قدرتهم القتاليه 720 بس ومستواهم مش اعلى منه بكتير، وبالتالي فموضوع التغلب عليهم اكيد هيكون سهل كالمعتاد. وعشان يتاكد من انتصاره عليهم بافضل واسهل شكل ممكن بيطلب من لورا تركز معاه وتديله التعليمات اللي هيستخدمها في هزيمه النوع ده من الوحوش لانه جديد عليه. بينقض بطلنا تجاه الوحوش وهو بيقول انه هيختبر الخنجر الجديد وسط مكان النظام بيفكروا ان لورا لو اتدخلت مش هيحصل على اي نقاط خبره. ومع اقتراب بطلنا من الوحوش بتقول له لورا اولى تعليماتها واللي بتكون انه لازم يركز على الهجمات المباشره السريعه لان حركه الثعالب خفيفه جدا. بيلاحظ سويوشي انهم فعلا بيتحركوا برشاقه غريبه وبيكون مندهش، وعشان كده يا صديقي بيسمح لهم هم بالهجوم الاول عليه وخلاص. ما هو عارف كويس انه يقدر يقوي من جسده باستخدام مهاره الجسد المطلق ويصد هجمات الوحوش دي لما تقترب منه وكمان يحطم اسلحتهم. بيتصدموا الثعالب من اللي حصل لان اسلحتهم تحطمت في الهجوم اللي فات، وبيكونوا مرعوبين من بطلنا اللي دراعه بقى زي بيج رامي، وكمان بيقول لهم ان قدرتهم القتاليه ضعيفه جدا ولازم يستسلموا للموت. بتفرح لورا من اللي شايفاه لان انتصار سويوشي على وحوش اقوى منه بسهوله كده معناه زي ما احنا عارفين ان مستواه هيرتفع بشكل اسرع. اما عن بطلنا فكان بينفذ تعليمات لورا وبيستخدم اسرع الهجمات بتاعته، وبيقول انه محظوظ ان حتى اضعف الهجمات كافيه لهزيمه الثعالب. ما هو مش عارف يسدد لهم هجمات باستخدام قوته الكامله بسبب سرعتهم، ومع كده بنشوفه فرحان لان
لأن مفيش حد بيصطاد جوه نفس الكهف معاه. بيغرق في أفكاره بعدها وبيقارن سرعته بسرعة اللصوص الثلاثة، وبيقول إن أقوى حد فيهم كان مستواه ال 12 وقدرته القتالية حوالي 4000. مشكلته الحالية بقى يا صديقي إنه لما يطلع من عالم الوحوش هيكون مضطر يواجههم، ولكنه للأسف مش هيقدر يهزمهم بسبب فرق المستوى الكبير ده مهما حاول. وعشان يقلل من فرق القوة والخبرة بينهم فلازم يحصل على مهارة قوية، وكمان يرفع مستواه قدر الإمكان قبل ما يرجع العالم بتاعه. وبما إنه كده عايز يوصل للمستوى السادس عشان يحصل على مهارته الأولى في الأكاديمية، فده اللي بيخليه يبلغ لورا إنه مش هيرتاح قبل ما يوصل للمستوى ده. بيعدي شوية وقت بعدها على كلمات بطلنا الأخيرة اللي قالها من شوية، فبنشوفه بيوصل عند زعيم الدنجن أو الكهف الحالي واللي اسمه ثعلب الظلام، وبيكون من المستوى السابع، يعني فرق المستوى بينه وبين بطلنا محترم. بياخد بطلنا باله من وجود سيف ضخم مع الزعيم ده فبيطمع فيه، وبيقول إنه لازم ينتصر عشان ياخد السيف اللي هيسهل عليه بقية رحلته ده. لكن اللي خايف منه إنه ممكن بعد ما يقتل الزعيم يطلع السيف ده أداة خاصة بيه في الآخر هو بس وتختفي معاه زي ما بيحصل في بعض الألعاب. ولما بتشوف لورا عينيه بتلمع وبيتكلم عن السيف بشكل منحرف كده بتسأله لو كان هيموت عليه قوي كده، لأن الحوار لو كده فهي ممكن تهزم الزعيم بنفسها لو كان بجد محتاج له. بيرد عليها سويوشي بأن رفع مستواه حاليا ليه الأولوية القصوى، ولما بيوضح لها إنه بس محتار السيف هيسقط منه ولا هيختفي بتقول له إنه هيسقط عادي، لكن لازم يخلي باله كويس إن حوار سقوطه ده ليه احتمالية معينة، وإن كل أدوات العالم ده ليها نسبة سقوط معينة بتنخفض كل ما تزيد نضرة المعدات. بيقول سويوشي إن الموضوع كده عمل بالظبط زي ما يكون جوه عالم لعبة، ولكن الحلو هنا إنه حتى لو ما حصلش على السيف فيقدر يخلي الدنجن أكتر من مرة لحد ما يسقط من الزعيم. بياخد بعدها بصة سريعة على إحصائيات الوحش التاني وبيعرف إن قدرته القتالية 1500، لكن أهم الإحصائيات عنده بتكون نسبة سقوط السيف واللي تبقى 6%، واللي بتخليه يشعر بالإحباط لأنه كده هيوصل للمستوى السادس قبل ما يحصل حتى عليه. بتظهر له بعدها شاشة النظام بشكل مفاجئ وبتفهمه إنه فتح متجر لتبادل الأدوات، ولكن لازم يخلي باله لأن الأدوات بتتغير مع الوقت ولو ما اشتراش حاجة لفترة طويلة ممكن تختفي من المتجر. بيستغرب سويوشي وبيقول إن النظام بتاعه طلع أفجر عما كان يتخيل، وشكل كده في خبايا جوه النظام ده لسه ما اتفتحتش وما يعرفش حاجة عنها. وكالمعتاد ولأن حظ بطلنا من المستوى المليون فبنشوف إن الأداة الوحيدة المتاحة هي لفيفة رفع نسبة السقوط، واللي بتزود من نسبة سقوط المعدات 30% ولكن لمدة دقيقة واحدة. وأجمل ما في الموضوع إنه عشان يحصل على واحدة من اللفائف دول فلازم يهزم 30 وحش بين المستوى الأول والخامس، وحتى الآن بطلنا هزم 114 ويقدر يشتري 3 لفائف بكل سهولة. بيندهش بطلنا لما بيلاحظ إن الحوار ده فاجر من الآخر، لأن شراؤه ل3 منها هيرفع نسبة سقوط السيف من 6 ل 96%. وبما إنه لاعب قديم فاجر فبيكون عارف إن أي نسبة فوق ال90 في الألعاب بتكون زي ال100% حرفيا، عشان كده بيشتري ال3 لفائف دول بدون تردد وبيقول إنه هيستخدمهم قبل ما يهزم الوحش على طول، بما إن مدة تفعيلهم تبقى دقيقة واحدة بس ولو استخدمهم بدري ممكن يروحوا عليه. بعدها بسرعة بيسحب الخنجر بتاعه وبينادي على لورا بكل حماس وبيقول لها تركز معاه تاني وتديله التوجيهات المناسبة لهزيمة الوحش ده. بيلاحظ الزعيم وجوده في المكان أخيرا وده اللي بيخليه يتعصب ويبدأ يزقر بصوت عالي كمان، ومع اقتراب بطلنا منه بيلوح بالسيف بتاعه تلويحة واسعة دائرية، وده اللي بيدي الفرصة لبطلنا انه يتفادى الهجوم بما ان النوع ده من الهجمات بطيء جدا. المشكلة ان سويوشي بياخد باله ان السيف بيحتوي على قدرة جليدية وحتى مروره من جنبه بس ممكن يأذيه او يجمده فتبقى حركته اصعب. بتقول له فعلا لورا ان الجليد ده هيخلي حركته اصعب مع الوقت، وان نقطة ضعف الثعلب تبقى هجماته العبيطة الواسعة واللي سهل تفاديها. ده غير كمان انه بيمتلك قدرة جليدية زي ما لاحظ بالظبط ويقدر يستخدم النيران في هزيمته. بيسمع سويوشي كلامها على طول وبيولع في الخنجر بتاعه وبيقول انه من الصين وبيعرف يعمل نسخة مضروبة من كل حاجة حتى النار. بيتصدم الوحش لما بيشوفه بيقرب منه بهجوم ناري لان نقطة ضعف الثعالب بتبقى النار وكمان فوق كده تبقى نفس نقطة ضعف سيفه. وبسبب اندهاش الثعلب وانشغاله بالتفكير بيكون بطلنا وصل عند دماغه وبيقول له انه عايز السيف بتاعه هيقتله عشان ياخده بس. بتتدخل لورا وبتكمل ارشاد بطلنا لما بتقول له يستهدف رقبته ودراعه من الاعلى، ومع ان الثعلب بيخرج عن افكاره اخيرا وبيقدر يتفادى وصول هجوم بطلنا لرقبته، الا اننا بنعرف ان بطلنا غير اتجاه هجومه في اخر لحظه واستهدف دراعه زي ما لورا طلبت منه. بيطلع النظام لبطلنا وبيوضح له ان الحته اللي هجم عليها دي كانت من ضمن نقاط ضعف الثعلب، وهجومه على نقاط ضعف اي وحش بتخليه يدخل في حاله من الخوف. الحاله دي بقى يا صديقي بتزود من الضرر اللي بيسببه بطلنا للوحش للضعف تقريبا، وعشان كده بنشوفه متحمس
وبيقول انه انتصر في المعركة دي خلاص. بيستغل كمان فرصة خوف الثعلب الشديد واللي بتستمر 15 ثانية كاملين في الهجوم عليه، بما انه خلال الوقت ده مش بيقدر يحمي نفسه بنفس قوة وضعه العادي. بتقول له لورا انه كده انتصر خلاص لان الوحش هيبدأ يكشف له نقاط ضعفه، وساعتها تسديد الهجمات ليها هيكون سهل، ولكن هجمات الوحش هتكون عشوائية وقتها. بيلاحظ سيوشي ان نمط الهجوم بتاع الزعيم اتغير 180 درجة بالفعل، وبقت هجماته كلها مباشرة وسريعة، وطبعا بالنسبة له لسه قوية لان فرق المستوى بينهم كبير نسبيا. عشان كده يا صديقي بنشوف الخوف مالي وش بطلنا، لانه لو كان لوحده كان مات، ولولا نصيحة لورا كان مستحيل يهزم الوحش ده. طبعا خوف بطلنا ده مش بيكون من الوحش نفسه ولكن من نقابة الذئب المجنون، لانه بيعاني حاليا قدام وحش من المستوى السابع، فما بالك باصحاب المستوى ال 12. بس ولانه لازم يركز في المعركة حاليا فبيخرج عن افكاره بسرعة، وبيقول انه هيستهدف رقبة الثعلب في هجومه اللي جايه. ومع ان الزعيم تعبان جدا حاليا الا ان بطلنا بيفعل الجسد المطلق بتاعه برضه، وبيزود من قوة دراعه 60% عشان يتأكد من قدرته على تسديد الضربة القاضية. بيوصل هجوم بطلنا الحزين لرقبة الزعيم، ولكنه مع كده مش بيخلص عليه، وانما بس بيخفض من نقاط صحته وبيخليها توصل لحوالي الربع. طبعا ربع نقاط الصحة ده معناه انه محتاج لهجوم واحد بس اخير عليه، وعشان كده بنشوفه بيقفز فوق دماغه وبيقول له قضي الامر يا شعلان. بيستخدم مهارة التحطيم السماوي في الهجوم الاخير ده بقى، واللي بيه يا صديقي بيخلص على الزعيم. واخيرا بيقول بطلنا انه محظوظ بوجود لورا لانه بيتعلم اساليب القتال بسرعة بفضلها، وبيستخدم بعدها على طول اللفائف بتاعته قبل ما يختفي الوحش تماما. بيحصل بطلنا على 3000 نقطة خبرة، وكده بيكون محتاج 600 نقطة بس على المستوى التالي، وفوق ده كله بيحصل على سيف الظلام بتاع الثعلب واللي كان هيموت عليه من البداية. بياخد بطلنا السيف وهو بيقول ان استخدامه للخناجر حلو وكل حاجة، ولكنه محتاج سلاح اقوى عشان يناسب قوته اثناء تفعيل الجسد المطلق. وبفضل السلاح ده بيستعيد بطلنا ثقته في نفسه من جديد، وبيقول انه كده حاسس انه هيقدر ينتصر على العصابة في المعركة القادمة. بكل حماس بيبص للبت وبيسألها لو كانت تعرف دنجون تاني حلو يرفع فيه مستواه. بترد عليه بان مفيش داعي يمشوا من هنا لانهم يقدروا يستخدموا لفيفة اعادة الضبط، واللي من اسمها هتسرع من عملية اعادة ضبط كهف الثعالب اللي هم فيه. وقبل ما بطلنا يسألها هيجيبوها منين بتقول له ما يشيلش هم الكلام ده، لانها عاملة حسابها كويس اساسا ومعاها لفائف كتير تكفيه لحد ما يوصل للمستوى السادس. ولما بيقول النظام لبطلنا ان الكهف اتعمل له اعادة ضبط والوحوش كلها ظهرت من تاني، بيتحمس وبيقول ان كده رحلته للوصول للمستوى السادس قربت تخلص. اثناء القتال بقى واختبار السلاح الجديد بتاعه بيكون منبهر من قوته، ولكن الاجمد من قوته هو التأثير الجليدي بتاعه اللي بيبطئ حركة الوحوش. بيقول سيوشي في نفسه انه حاليا معاه سلاح قوي ولكنه لا يقارن بالمطرقة الملكية، واللي للاسف لسه هيحتاج فترة طويلة عشان يوصل للمستوى المطلوب لاستخدامها. وخلال دقائق بس بيكون بطلنا هزم كل الوحوش ووصل لغرفة الزعيم الحزين من تاني. وسبب حزنه هو ان بطلنا مش بس معاه حاليا نسخة من نفس سلاحه، لا ده كمان وصل للمستوى الخامس بالفعل. بيمر الوقت بعدها بسرعة وبنشوف وصول بطلنا لغرفة الزعيم للمرة الثالثة، وكمان بعد شوية بنشوف المرة الرابعة واللي بدأ فيها الزعيم يبكي بجد. بس ده كله ما يقارنش بالمرة الخامسة يا صديقي واللي الزعيم رفض فيها القتال، وكان بس بيحمي نفسه وشرفه في حين ما كان بطلنا فرج بينقض عليه. اما عن المرة السادسة فالوحش قال له بوس ايدك يا اسطى ارحم امي خلاص، وخد السلاح اهو خلص عليا براحتك يا سعادة الباشا بس من غير ألم لو ينفع يعني. بيطمنوا سيوشي ان الموضوع مش هيكون مؤلم، وكمان دي هتكون اخر مرة خلاص، لانه بعد ما قضى على الوحش نجح في الوصول لهدفه واخيرا بقى صياد من المستوى السادس. ومع ارتفاع مستوى بطلنا بالشكل الرهيب ده بتوصل قدرته القتالية لحوالي 9000، وبيقول انه استخدم 6 جرعات في شحن طاقته حتى الان، لانه كل مرة كان بيهاجم الكهف فيها من البداية كان بيستخدم جرعة كاملة. وبما ان اول هدف ليه اكتمل فبيجي دور الهدف الثاني او الهدفين يعني، بما انه عايز يحصل على المهارة الجديدة وكمان يجبر الحارس يعتذر للبت اللي وراه. بنروح بعدها بقى لمكان الأكاديمية بتاعة الغيلان اللي بنسمعهم بيتكلموا سوا، وبيكون الحارس بيسخر من بطلنا مع زميله، فبيقول له زميله ان سيوشي ده اكيد عبيط لانه فاكر نفسه هيقدر يرفع مستواه في عالم الوحوش وهو مجرد بشري ضعيف. بيرد عليه الحارس بانه حتى لو وصل للمستوى السادس فده كده هيكون بعد شهور او حتى سنين وهيكون الزعيم قتله. لكن كل الهبد بتاعهم ده بينقطع لما بيسمعوا صوت بطلنا بيكلمهم فبيبصوا جنبهم، وساعتها بيشوفوا سيوشي اللي بيوضح لهم ان كلامهم كله غلط لانه وصل للمستوى السادس بالفعل. بيتفزعوا الغيلان وبيقول الحارس ان ده مستحيل لان الوحوش
الوحوش نفسها حتى ما تقدرش ترفع مستواها مرتين في نفس اليوم. بيقول له سويوشي بطل يهبد ويضيع وقت باللي بيعمله ده ويصحي المشرف، وقبل ما يصحي يستعد كويس عشان يعتذر للبت لورا. من احصائيات بطلنا بقى بنعرف انه تخلى عن معدات الجوبلين وارتدى معدات الثعلب مكانها. بيطلع المشرف وقتها بالفعل، ولما بيشوف بطلنا بيكون خائب الظن وبيوضح له انه لو ضيع وقته هيعاقبه لانه كان عايز ينام. بيرد عليه بطلنا بان مفيش داعي للكلام ده لانه جاي ياخد حقه في الاختبار، وكمان بعد ما ينجح هيختار مهارة جديدة لنفسه لانه معوش اي حاجة. ووسط ما كان المشرف بيقول له يبطل يتكلم وكانه نجح في الاختبار خلاص بيقرب منه الحارس، ولما بيقول له على حوار تخطي بطلنا المستويين في يوم واحد ده بيكون المشرف هيتجنن. بينادي بطلنا على الحارس وبيقول له ما ينساش الاعتذار بتاعه ويعمل نفسه عبيط، فبيرد الحارس بانه مش ناسي ولكنه بس عايز يعرف سبب ثقته في نفسه كده. بيتدخل المشرف عشان يقف في صف الحارس وبيقول لسويوشي ما ينساش نفسه لان فكرة تخطي الاختبار بتاعهم بالنسبة للبشر امر مستحيل. بيوصل بعدها الكاهن اللي بيعلن عن بداية الاختبار اخيرا، ولكنه بيحذره قبلها من ان الاختبار بيعتمد على القوة بشكل كامل. على طول قبل ما بيشاور له على حجر ضخم وبيقول له يضربه باقصى قوته، ولو نجح في خدشه بس حتى هيبقى نجح في الاختبار. بيستغرب سويوشي وبيقول ان الاختبار طلع اسهل عما كان يتخيل. بيلاحظ الحارس ان المشرف بيحاول يساعده ويزور في الاختبار لان الحجر اللي قدام بطلنا بتاع اختبار اصحاب المستوى العاشر مش السادس، لكن وعشان يبقى الحوار مقنع فبيطلع المشرف على المنصة وبيوضح لبطلنا انه هيوريه الاول ازاي هيضرب الحجر بالظبط. بيقول المشرف في نفسه ان اي حد تحت المستوى العاشر مستحيل ينجح في الاختبار لان حتى شخص فاجر زيه من المستوى 20 مضطر يستخدم قوته الكاملة عشان يخدش الحجر. ومع نهاية تسديد لكمته اللي شحن فيها قوته كلها بيوضح لسويوشي ان هو ده المطلوب منه وان كل اللي عليه يضرب الحجر بس، والحوار مش صعب يعني الا لو كان عبيط. طبعا بطلنا ما بيهتمش بكل الكلام والهبد بتاع المشرف ده لانه مش مرتاح له اساسا، وبما انه حاسس ان في حاجة مش مظبوطة فبيقرر يستخدم الجسد المطلق واللي هيقوي بيه دراعه وقبضة ايديه عشان يمنع اي فرصة للفشل. لكنه لان النظام حذره قبل كده من استخدام قوته بنسبة 100% على جزء واحد من جسده، فده اللي بيخلينا نشوفه بيفعل 50% من الجسد المطلق بس. بيحاول المشرف يحبطه قبل هجومه على الحجر وبيقول له انه بشري واكيد هيفشل. بتلمع عيون بطلنا وبيقول له ركز معايا بس يا معلم وشوف انا هعمل ايه وبعدين اتكلم. بيسدد لكمة مدمرة للحجر وهو بيقول انه مش ناوي يخدشه ولكنه عايز يحطمه تماما. بيتفزعوا الغيلان وخصوصا المشرف اللي كان حاسس ان حياته كلها كانت كدبة لان القوة التدميرية اللي استخدمها سويوشي صاحب المستوى السادس تبقى اكبر من قوته بكتير. بكل برود بيعتذر له سويوشي لانه استخدم قوة اكبر من اللازم، وبيوضح لهم انه بس كان فاكر ان الحجر هيكون اقوى من كده بكتير. ومع ان الحارس والمشرف عقلهم كان بيسيح خلاص وهيعملوا منه ايس كريم كمان شوية، الا ان ده كله بيتغير لما بطلنا بيسألهم لو كانت ملامحهم دي معناها انه نجح في الاختبار ولا ايه الكلام. بيرد عليه المشرف البجح بانه للاسف ما نجحش لان الحجر كان مخدوش بفضله هو، وكمان اثناء هجومه على الحجر كان بيبص الناحية التانية وما شافوش. بيتماشى سويوشي معاه وبيقول له طب عايز مني ايه بالظبط عشان انجح يا عم انت؟ بيرد عليه المشرف بحماس وتوتر في نفس الوقت بانه هيدخل على طول على اختبار ثانية العصا الحديدية تاليا. طبعا وزي المرة اللي فاتت بيختار له المشرف عصا مصنوعة من الفولاذ، وبيقول ان حتى اقوى الغيلان ما بيقدروش يتنوها اساسا، لكنه لما بيبص قدامه بعدها بيلاحظ ان بطلنا تناهى وبيكون مرعوب مع انه ما يعرفش ان دي 50% بس اساسا من قوة الجسد المطلق. بيرفض المشرف يعترف باجتيازه الاختبار وبيقول له ان في اختبار كمان وهيكون عبارة عن مصارعة أذرع او زي ما بعضنا بيقول عليها ريست. ولسه المشرف بيقول ان اللي هيلاعب بطلنا اقوى منه هو حتى بيتفاجئ بسويوشي بيفعصه وبيكون هيكسر بيه الطاولة بالغلط بعد ما فاز عليه، مع انه المرة دي اضطر يستخدم 70% من الجسد المطلق. بيبدأ الغضب يملى وش سويوشي بعدها وبينادي على المشرف وبيسأله لو كان اجتيازه لتالت اختبار كافي ولا لسه في تاني. في اللحظة دي بقى بيقرر هو والحارس يعترفوا بالهزيمة وبيقولوا له انه اجتاز الاختبار وكمان قوته ملهاش مثيل. بيدخل بطلنا في الموضوع اللي عايزه على طول وبيقول للحارس ينفذ وعده ويعتذر للورا اللي اهانها قبل كده من غير اي سبب. بيتردد الحارس شوية في البداية ولكنه بيفتكر بعدها شرف الغول وبيقول انه لازم يلتزم بكلمته حتى لو كان هيموت في سبيل كده. للسبب ده بنشوفه بينحني وبيعتذر للورا على الكلام الجاحد بتاع المرة اللي فاتت، ولكنها بترد عليه بانها متقبلة الاعتذار بتاعه ويقدر يرفع راسه وما يشيلش هم اي حاجة خلاص. بيروح بعدها بطلنا بقى مع المشرف لقبو المهارات وبيقول له انه يقدر يختار مهارة واحدة بس في كل مرة يدخل فيها القبوة. بيرد بطلنا بانه مش فاهم مين البخيل اللي
اللي حط القواعد دي، وساعتها بيوضح له المشرف انه لو بايده ياخد اكتر من مهارة ما كانش حد هيتعب. بيكمل بانه قدامه 3 دقائق بس من لحظة دخوله القبو عشان يختار المهارة، ولو ما اختارهاش في الوقت ده هيتم طرده ومش هيقدر يدخل تاني غير بعد فترة. ولما بيلاحظ ان سويوشي مستغرب من القواعد دي كلها، بيقول له ان في سحرة كبار جدا عملوا اكتر من تعويذة على القبو ده عشان يحموه، وبالتالي فمن الطبيعي تكون في قواعد عشان تسهل من عملية حماية المكان. ومع ان بطلنا العبيط بيقول انه حاسس انه مش فاهم اي حاجة برضه، الا ان لورا بتوضح له ان في اكاديميات تانية عندها قواعد اشد من دي. بيفتح باب القبو بعدها وبيقول له المشرف يختار مهارته قبل ما يخرج من المكان، لانه لو حاول يخرج باكتر من مخطوطة هيتم طرده من الاكاديمية كليا. جوه القبو بقى بنشوف بطلنا بيدور على حاجة مناسبة وهو هيطير من الفرحة بما انه حاليا لوحده مع لورا ويقدر يتصرف زي العبيط براحته. بيفكر بعدها انه يستخدم مهارة النسخ على واحدة من المهارات دول، ولكنه للأسف مش بيكون لاقي اي مهارة افضل من التحطيم السماوي. ما خلي بالك انه عشان يقدر ينسخ مهارة تانية فهيضطر يستغنى عن اللي نسخها قبل كده، بما ان مهارة النسخ عنده بتقدر تخزن قدرة واحدة بس حاليا. بس طبعا المهارة المنسوخة ما بتتحسبش ضمن مهاراته الأصلية برضه، وبالتالي فلو اتعلم مهارة بشكل عادي من غير النسخ فهيبقى معاه مهارتين. بيلاقي بعدها بطلنا مهارة مناسبة ليه اسمها ضربة الترس، واللي بتسمح له يستخدم الترس في هجوم قوي تجاه الأعداء، بس مع انها هتساعده يحمي نفسه من ال3 لصوص الا انه مش بيستخدم درع اساسا. بيعدي الوقت بعدها وبتكون لورا عمالة تقترح على بطلنا مهارات مختلفة، ولكنه كان بيرفضها كلها لانها مهارات مش مناسبة لفئة المحارب بتاعته. ولما بتمر اول دقيقة بيرتعش بطلنا من الخوف وبيقول كده مش هلحق اختار حاجة، ولكن لورا بتنادي عليه وبتسأله لو كانت مهارات الهجمات المضادة مناسبة ليه. بيلاحظ بطلنا ان المهارة دي هتساعده يستخدم اسلحة الاعداء ضدهم، وبيقول انها هتكون مهارة مناسبة لفئة المحارب بتاعته، وكمان هيقدر يستغلها في التصدي لاكتر من عدو زي اللصوص اللي مستنينه برا. عشان كده بيقرر يخلي اللفيفة دي معاه مؤقتا ويستخدمها لو ملقاش اي حاجة احسن منها. المشكلة بقى يا صديقي انه بعد ما بيدور لمدة دقيقة كاملة كمان مش بيلاقي اي حاجة مناسبة، والمشكلة الاكبر ان عدد اللفائف كبير جدا، وعشان يفحص المهارة اللي جوه كل لفيفة لازم يمسكها بايديه. لكن لو حطم الاختام اللي على المهارات وفتح اللفائف فساعتها هيقدر يشوف كل المهارات اللي جواهم مرة واحدة ويختار بشكل أسرع من كده. بينادي على لورا وبيقول لها تجهز جرعات استعادة الطاقة في الحال، لأنه قرر يحطم أختام المهارات باستخدام قوته الكاملة. ومع بداية تنفيذ خطته بنشوف البرق بيظهر أعلى القبو اللي جواه بطلنا، وبيكون المشرف مصدوم وبيقول الواد سويوشي ده شكله هيعمل لنا مصيبة يا جدعان. ما هو ما يعرفش إن بطلنا مش بس ناوي يستخدم قوته الكاملة في تحطيم الأختام، بل إنه كمان هيستخدم قوة المطرقة الملكية اللي بتستنزف طاقته كلها خلال ثانية واحدة. ومع استخدامه للمطرقة واشتداد قوة البرق اللي بيظهر خارج القبو، بنشوف ان المشرف مصدوم وبيسأل نفسه لو كان البرق ده حصل بسبب قوة سويوشي. طبعا بطلنا ما كانش فاضيله لانه كان مشغول بيحاول يتحكم في قوة المطرقة، واللي استخدامه لقوتها لمدة ثانية بيعدي عليه وكأنه سنة. بتبص عليه لورا من ورا احد الجدران وبتقول انها مش مصدقة اللي شايفاه، لان قوة شخص من المستوى السادس مش المفروض تكون بالحجم ده كله. بيجمع سويوشي طاقته كلها في المطرقة اللي بيها بيضرب الارض بقوة، وبيقول انه لازم يحطم الاختام كلها في ضربة واحدة. بيتوتر المشرف لما بيلاحظ ان الطاقة كلها مجتمعة في نقطة واحدة على قمة مبنى القبو، وبيقول انها شكلها هتنفجر والوضع ما يطمنش ابدا. بتنتشر قوة المطرقة جوه القبو نفسه بعدها بشكل في غاية الضخامة، بما انها يعني يا صديقي حتى ظاهرة بره المبنى وطبيعي كثافة الطاقة جواه تكون اكبر. بتوصل طاقة المطرقة خلال ثواني معدودة لكل الارفف اللي عليها اللفائف. ومع ان اللي صنع الاختام دي كان ساحر من مستوى عالي جدا، الا انها بتبدأ تتحطم كلها بفضل القوة الملكية الموجودة جوه مطرقة بطلنا بتاعت حاكم الوحوش. ومع مرور اطول ثانية شفتها في حياتي بنشوف سويوشي بياخد نفسه وبيقول انه لازم يركز بسرعة لانه معاه 50 ثانية بس قبل ما يتم طرده من القبوة. بتحصل وقتها حاجة ما كانش عامل بطلنا حسابها، لان المعلومات كلها بتدخل دماغه بفضل امتلاك مهارة عين الملك اللي بتسمح له يفحص بيانات اي حاجة يحبها. بتترعب لورا من اللي شايفاه وبتقول انها ما كانتش تعرف ان سويوشي بيمتلك مهارة زي دي، لكن المصيبة الحالية انها واثقة ان كم المعلومات ده كبير جدا على اي حد، واحتمال كبير ان دماغ سويوشي ما تستوعبهاش وتنفجر كلها مرة واحدة. بيمسك بطلنا دماغه وبيقول ان الوضع لو استمر على كده فاحتمال يغمى عليه بالفعل، ولكنه مضطر يضغط على نفسه لو كان بجد عايز يختار افضل مهارة تناسبه. اثناء عرض المهارات عليه بيكون متعصب وغضبه بيزيد، لان في مهارات كتير حلوة ولكن ما فيش اي حاجة
فيهم تقلب المعركة ضد اللصوص لصالحه. بيلاحظ وقتها وجود مخطوطة بتخرج منها طاقة برق غريبة فبيسحبها ناحيته، وبيقول إن هالتها احتمال تكون بتتفاعل مع المطرقة بتاعته. بترفع لورا صوتها على بطلنا وبتقول له يختار بسرعة لأن كل اللي باقي لهم أقل من 30 ثانية. بيقول سويوشي في نفسه إنه خلاص هيختار اللفيفة اللي لفتت نظره، وعشان كده بيطلب من لورا تجيبها له لأنه مش قادر يتحرك، وبيقول لها على مكانها. ولما بتوصل لورا عندها بيكون باقي 20 ثانية بس، وبتكون البت مندهشة لأن اللفيفة دي تبقى من مجموعة اسمها مجموعة المخطوطات المفقودة. المجموعة دي يا صديقي بقى لازم يتم استخدامها مع بعضها، لأن كل واحدة منهم لوحدها بتعتبر مجرد لفيفة متضررة ومش هتفيد اللي هيحاول يتعلمها. بتحاول البت تسأل بطلنا لو كان واثق من اختياره ده، ولكنه بيقول لها مفيش وقت، بما ان كل اللي باقي لهم حاليا يبقوا 10 ثواني بالظبط. بره المكان بقى وبعد كام ثانية بيكون المشرف بيستعد كويس، وبيقول انه 5 ثواني بالظبط وهيدخل يجيب سويوشي من قفاه، ولانه بيكرهه جدا بسبب اللي خلى الحارس يعمله يا صديقي فبنشوفه بيعد تنازليا. لكن ولما بيوصل لرقم 2 بنشوف الباب بيتحطم من قدامه بشكل غريب، وده اللي بيخليه يوقف العد بتاعه اللحظات عشان يفهم اللي بيحصل معاه. بيخرج بطلنا من البوابة بالفعل وهو شايل لورا مع ان حالتها الصحية احسن منه، وبيعمل نفسه جامد وبيقول انه كان ظابط لحظة خروجه على اخر ثانية. ولحد هنا بقى يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. فلو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايكاتك الجميلة وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.